السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل تمرين رقم 5 في كتاب المعاصر على محصلة القوى المتوازية المستوية. طبعا كالعادة هتجهز كشكولك وتبدأ تحل قبل ما أحل، وكالعادة برضو هنحاول نراجع لك على أهم النقاط اللي في الدرس ده. يلا نبدأ كده بالمراجعة. احنا ابتدينا أول حاجة بمحصلة قوتين متوازيتين، محصلة قوتين متوازيتين، وإن الموضوع ده فيه حالتين. لو القوتين لهما نفس الاتجاه، لو القوتين لهما نفس الاتجاه، يعني مثلا في قوة هنا اسمها قاف واحد وقوة تانية توازيها قاف اتنين ولهما نفس الاتجاه، قلنا ساعتها مقدار المحصلة هيساوي مجموع القوتين قاف واحد زائد قاف اتنين، واتجاه المحصلة هيبقى في اتجاه القوتين وهيبقى قريب من القوة الكبيرة لو فرضنا إن قاف واحد هي القوة الكبيرة. ولو قلنا النقطة دي ألف والنقطة دي ب والنقطة دي ج، نقول قاف واحد في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى قاف واحد في البعد بينها وبين المحصلة ألف ج هيساوي قاف اتنين في البعد بينها وبين المحصلة اللي هو ب ج، وتحل مسألتك بهذا الشكل. بعد كده قلنا لو القوتين متضادتين في الاتجاه، لو القوتين متضادتان في الاتجاه، ساعتها اللي هيحصل لو انا عندي مثلا في قوة هنا قاف واحد وفي قوة تاني هنا قاف اتنين ضد بعض في الاتجاه، المحصلة بقى هتبقى من بره وتبقى في اتجاه القوة الكبيرة ولتكن قاف واحد. لو سمينا النقطة دي ألف والنقطة دي ب والنقطة دي ج، قلنا المحصلة هتساوي القوة الكبيرة، القوة اللي معاها في الاتجاه ناقص القوة اللي ضدها في الاتجاه، القوة الكبيرة ناقص القوة الصغيرة، والمحصلة دايما هتبقى في اتجاه القوة الكبيرة طبعا. ونفس الكلام قاف واحد في البعد بينها وبين المحصلة يبقى قاف واحد في ألف ج هيساوي قاف اتنين في البعد بينها وبين المحصلة يبقى قاف اتنين في البعد ده هو اللي هو ب ج. دي الحالة التانية. طبعا ومن القانونين دول هتجيب أي مطلوب هو عايزه في المسألة. كان في ملحوظة قلناها هنا، لو إذا علمت المحصلة ح وإحدى القوتين ولتكن قاف واحد مثلا، فإزاي نحل المسائل لو اداني المحصلة واحدة من القوتين؟ بص والله، هو يقول لك في احتمالات هنا إن المحصلة والقوى المعلومة يبقى متضادتان في الاتجاه، يعني هتبقى مثلا ادي القوة دي قاف واحد والمحصلة هتبقى ضدها في الاتجاه كده. طبعا المحصلة مستحيل تبقى وحدية، فطالما المحصلة والقوة قاف واحد مضادين في الاتجاه يبقى القوة التانية المجهولة لازم تبقى مع المحصلة، تبقى قاف اتنين كده. طبعا المحصلة تبقى من بره، يبقى القوتين كده مضادين في الاتجاه، وتحل المسألة بتاعتك بالحالة التانية دي. خلاص؟ طيب الاحتمال التاني، خلينا نرفع السبورة كده لفوق شوية كده. لو كانت المحصلة والقوى المعلومة قاف واحد لهما نفس الاتجاه، لهما نفس الاتجاه، يعني لو كانت كده هذه القوى المعلومة والمحصلة لهم نفس الاتجاه، والله هنا بقى يبقى في احتمالين، احتمال القوى المجهولة تبقى مع القوى المعلومة وساعتها هنحل بالحالة الأولى، واحتمال إن القوى المعلومة تبقى ضد القوى المجهولة وساعتها بنحل بالحالة التانية. ساعتها أقول لك إيه؟ طيب هيديك حل عشان تحل بطريقة واحدة بس أو تحل حل احتمال واحد بس. يقول لك لو المحصلة أكبر من القوى المعلومة، طالما المحصلة أكبر من القوى المعلومة فمعناه كده إن القوتين هيبقى لهما نفس الاتجاه، وتحل بالحالة الأولى. طيب لو القوى المعلومة
والمحصلة برضو لهما نفس الاتجاه، بس هنا كانت المحصلة أقل من القوى المعلومة، وطالما المحصلة أقل من القوى المعلومة يبقى القوتين متضادتين في الاتجاه. يبقى ساعتها هيبقى القوتين دول ضد بعض في الاتجاه، يبقى القوى المجهولة هتبقى كده، تبقى قاف اتنين. وساعتها بقى تحل بالحالة التانية. بس ده لو ادالك المحصلة وقوى معلومة، إذا علمت المحصلة وإحدى القوتين. طيب، ده تقريبا كل الكلام اللي كان في موضوع قوتين متوازيتين. في ملحوظة قلناها هنا نقولها لك مرة تاني اهو، قلناها كده واحنا بنشرح. بص بقى، لو عندك مثلا في قوة كده قاف واحد، وفي قوة تاني قوة قاف اتنين، وتحركت القوتين دول قاف واحد ودي قاف اتنين، المحصلة مثلا هتبقى هنا. اه نعتذر عن هذا الهطل الفني، نكمل بقى. كنا بنقول ايه؟ لو انا عندي مثلا في قوة هنا اسمها قاف واحد، وقوة هنا اسمها قاف اتنين، برضو في مشكلة. نكمل بقى واتمنى ما يبقاش في مشاكل تاني. بنقول ايه يا اخوانا؟ لو انا عندي في قوة هنا قاف واحد، وفي قوة هنا قاف اتنين، ركز في المحصلة بالله عليك. وتحركت، طبعا في محصلة هتبقى هنا، ولتكن هنا المحصلة كده، ماشي؟ المحصلة هتبقى هنا، ها، دي المحصلة. وجت بقى ايه اللي هيحصل؟ تحركت احدى القوتين او تحركت القوتين. يعني قوة ايه يعني؟ بص ركز معايا هنا. مثلا قوة قاف اتنين جت هنا كده اهو، واتحركت مسافة مقدارها س اتنين مثلا. والقوة قاف واحد اتحركت كده مسافة مقدارها س واحد. يبقى المحصلة أكيد هتتحرك. طالما القوتين دول اتحركوا يبقى المحصلة مش هتفضل مكانها، هتتحرك المحصلة. مثلا المحصلة تيجي هنا، فالمحصلة هتتحرك مسافة ولتكن س. ازاي تحسب المسافة دي؟ طبعا احنا حلينا مسألة على القصة دي، وثبتنا في الآخر قانون بيقول المسافة اللي هتتحركها المحصلة هتساوي المسافة اللي هتحركها القوة قاف واحد في القوة قاف واحد نفسها، يبقى س واحد قاف واحد زائد القوة التانية في المسافة اللي هتحركها، يبقى قاف اتنين في س اتنين على مجموع القوتين على قاف واحد زائد قاف اتنين. بس خلي بالك بقى في ملحوظة هنا، انت هتاخد بقى مثلا الاتجاه ده على اساس ان هو الموجب مثلا، او الاتجاه ده اللي يعجبك، خلينا احنا في اليمين كده هو الموجب. فقاف اتنين اتحركت ازاحة في اتجاه الموجب، يبقى ساعتها هناخد س اتنين دي بالموجب. خلاص؟ يعني لو مثلا دي اتحركت تلاتة يبقى نقول له موجب تلاتة في قاف اتنين. والقاف واحد اتحركت في الاتجاه السالب، يعني لو اتحركت مثلا اتنين دي يبقى ساعتها هناخد س واحد بسالب عشان اتحركت في عكس الاتجاه اللي احنا واخدينه اللي هو الاتجاه الموجب ده. يبقى ساعتها هنخلي س واحد دي بسالب اتنين، يبقى نقول له كده سالب اتنين قاف واحد زائد تلاتة قاف اتنين، وعلى قاف واحد زائد قاف اتنين. ده المسافة اللي لو سألك عليها في الامتحان وقال لك هات المسافة اللي اتحركتها المحصلة، بدل ما تعمل مسألة طويلة وتقعد تاخد كذا خطوة عقبال ما تخلصها، احنا استنتجنا لها القانون ده هو. القوة في المسافة اللي هتتحركها زائد القوة التانية في المسافة اللي هتتحركها على مجموع القوتين، مع اعتبار ان لو القوتين اتحركوا في اتجاهين متضادين هناخد ازاحة منهم بالموجب والازاحة التانية ناخدها بالسالب. ده تقريبا ملخص الكلام اللي هو على قوتين متوازيتين. تعالوا بقى نحل الأسئلة بتاع القوتين المتوازيتين، وبعد ما نخلصها نرجع نقول لكم أهم الأفكار في القوى المتوازية بقى لما يبقى أكتر من قوتين، عشان ما نطولش عليكم بس في الشرح. يلا نرجع للكتاب ونبدأ نشتغل. نبدأ بقى على بركة الله في أول مثال. بيقول عندي في قوتين متوازيتين، إذا كانت القوتين قاف واحد وقاف اتنين قوتين متوازيتين وفي اتجاهين متضادين، وقاف واحد ب14 وقاف اتنين ب10، فإن مقدار المحصلة. وأنت بتحل في المسائل دي ركز شوية، تلاقي الموضوع سهل وجميل على فكرة. القوتين دول متوازيتين أيوة وفي اتجاهين متضادين. طالما القوتين في اتجاهين متضادين المفروض المحصلة هتساوي القوة الكبيرة ناقص القوة الصغيرة.
يبقى قاف واحد ناقص قاف اتنين. القوة الكبيرة ب14 والقوة الصغيرة ب10، يبقى 14 ناقص 10 يبقى 4. بس وخلص الموضوع، مفيش أسهل من كده. نروح للمسألة اللي بعد كده. قوتان متوازيتان، أيوة قوتين متوازيتين مالهم؟ متحدتا الاتجاه، يعني الاتنين في نفس الاتجاه اهو. طيب وبعدين مقدار إحداهما ضعف المقدار القوى الأخرى، يعني لو دي قاف يبقى دي 2 قاف. ومحصلتهما 39. طالما القوتين لهما نفس الاتجاه، المحصلة هتجيبها ازاي؟ قول انت بقى. تمام، مجموع القوتين يبقى قاف زائد 2 قاف. واداك المحصلة ب39، وهتجمع دول يبقى 3 قاف. تقسم على التلاتة وهنا على 3، يبقى القاف هتبقى ب13. هو عايز مقدار القوة الصغيرة، يبقى هي ال13 دي. مقدار القوة الكبيرة يبقى 26، احنا عايزين مقدار القوة الصغيرة. مسائل في الأول بتبقى حلوة كده ولذيذة، بنسخن بيها بس. بعد كده بيقول لي إذا كان قاف واحد وقاف اتنين قوتين متوازيتين. أيوة قوتين متوازيتين، طب ضد بعض في الاتجاه ولا ما، ولا لو ما نفس الاتجاه؟ ما أعرفش، هو قال لي قوتين متوازيتين ومحصلتهما ح. فلو قاف واحد ب8 نيوتن والحا ب11، يبقى قاف اتنين هتبقى بكام نيوتن؟ والله أقول له أنا لحد دلوقتي مش عارف القوتين لهما نفس الاتجاه ولا لأ. طيب نفرض ان هما لهما نفس الاتجاه، يعني ادي قاف واحد وادي قاف اتنين، وقال لي قاف واحد دي ب8، والمحصلة هتبقى هنا مثلا المحصلة ب11، يبقى ساعتها قاف اتنين هتطلع بكام؟ هتطلع بكام؟ ب3، عشان يبقى 3 و8 11. طيب ده احتمال. طب ما احتمال القوتين يبقى متضادين في الاتجاه، ايوه تبقى دي قاف واحد مثلا ودي قاف اتنين، مش كده ولا ايه؟ وقاف واحد ب8، هو قال لي قاف واحد ب8. طب وقاف اتنين بكام؟ ما احنا عايزين قاف اتنين. هي المحصلة ب11، فالقوتين دول المفروض يتطرحوا من بعض علشان يديني ال11. مش معقولة في 8 نطرحها من عدد موجب يديني 11. يبقى إذا في عدد هنطرح منه 8 يديني 11، وبالتالي القاف اتنين دي لازم تبقى أكبر من القاف واحد. وبالتالي أنا كده قررت إن المحصلة تبقى من هنا. حد فاهم حاجة؟ نقول كمان، أركز في الكلام ده أهو. ما أنا دلوقتي هنا القوتين ضد بعض في الاتجاه، طب هاخد المحصلة مع القوة الأولى ولا مع القوة التانية؟ والله المحصلة بتتاخد مع القوة الكبيرة. طب ما أنا مش عارف القوة التانية بكام، وبالتالي مش عارف مين القوة الكبيرة في دول. فأنا لو فرضت دي القوة الكبيرة اللي هي 8 مثلا، يبقى القوة الصغيرة دي تبقى عدد أقل من 8. فلو قلت 8 ناقص عدد أقل من 8 مش ممكن يديني 11. تمام، وبالتالي لازم القوة قاف 2 هي اللي تبقى الكبيرة. خلاص، وبالتالي المحصلة تبقى مع القوة التانية ومن بره. ساعتها يبقى قاف 2 ناقص 8 اللي هي قاف واحد يساوي 11، ومنها قاف 2 هتطلع ب19. يبقى كده عندي احتمالين، ممكن القوتين يبقى لهما نفس الاتجاه، فساعتها قاف 2 هتطلع ب3، أو القوتين متضادتين في الاتجاه، يبقى ساعتها قاف 2 تطلع ب19. يبقى الإجابة تبقى 3 أو 19. نشوف المسألة اللي بعد كده. اقرا معايا كده وركز وشوف الدنيا فيها ايه. يلا بقى انا هحل على الملوى عشان اديلك فرصة تحل معايا بقى. إذا كانت قاف واحد يوازي قاف اتنين، أيوة، وفي اتجاه واحد، حلو، نرسم قاف واحد وقاف اتنين لهما نفس الاتجاه. طيب وقاف واحد 50، دي 50 نيوتن، 50 ثقل جرام. وقاف اتنين 60، يبقى دي 60 ثقل جرام. والبعد بينهما 44، الحتة دي ب44 سنتي. فإن بعد ح عن قاف واحد كام؟ القوتين لهما نفس الاتجاه، أيوة لهما نفس الاتجاه. قول لي أنت المحصلة تبقى فين؟ تمام بينهم، وهتبقى قريبة من القوة الكبيرة. تمام، الله يفتح عليك، فالمحصلة هتبقى هنا. إيه المطلوب يا فندي؟ بيقول لي عايزين إيه؟ بعد ح عن قاف واحد، أدي ح وأدي قاف واحد، فإحنا عايزين نجيب الحتة دي. فخلينا نفرض الحتة دي ب، يبقى الحتة دي الصغيرة ب44 ناقص س. والقوتين هنقول بقى قاف واحد في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى 50 في س هيساوي قاف اتنين في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى 60، والبعد بينها وبين المحصلة 44 ناقص س.
خلاص ممكن نطير الصفر ده مع الصفر ده عشان تخف شوية، يبقى 5 س تساوي 6 في 44. أنا ما بحبش أضربها، بحب أسيبها زي ما هي كده، ناقص 6 س. أجيب السالب 6 س الناحية التانية بإشارة مخالفة مع الخمسة س، يبقى 11 س هيساوي 6 في 44. هنقسم هنا على كام وهنا على كام؟ طبعا يعني الكلام ده بالنسبة لك كلام عبيط يعني. دي مع دي فيها الأربعة، يبقى 4 في 6 ب24. يبقى بعد القوى الأولى عن خط عمل المحصلة يساوي 24 سنتي. طيب رقم 5، قوتين متوازيتين مقدارهم ق1 وق2 وتؤثران في نفس الاتجاه. حلو جدا. ومقدار محصلتهما ح. طبعا طالما القوتين هيأثروا في نفس الاتجاه يبقى المفروض المحصلة هتساوي ق1 زائد ق2. أيوة، مش كده ولا إيه؟ بس هو تقريبا في المعطيات ما بيسألكش عن كده، بيقول أو في المطلوب أو في الاختيارات يعني. فإن ح أكبر من ق1 أكيد طبعا، لأن الحاء تبقى ق1 وهنضيف عليها شوية كمان، يبقى كده الحاء أكبر من ق1. شكرا. بس خلصت. أقل من ق2 لا طبعا، الحاء تبقى أكبر من ق2 كمان، تساوي الفرق لا هتساوي المجموع. خلاص يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ. مش محتاجة دي أي حاجة. رقم 6 بيقول لي في الشكل المقابل ق1 وق2 قوتان متوازيتان وتؤثران في النقطتين أ وب. حلو جدا. وماذا بعد؟ قوتين ق1 وق2 تؤثران في النقطتين أ وب وجيم منتصف أ ب. جيم منتصف أ ب. تمام يا سيدي. فإن محصلة القوتين تؤثر في نقطة د تنتمي للخط المستقيم أ ب. المحصلة طبعا هتؤثر في نقطة د تبقى على الخط المستقيم ده هو أ ب. ماشي. وبعدين لحد دلوقتي انت مثلا ايه المطلوب يعني؟ حيث د تنتمي لأ ج ولا د تنتمي لب ج ولا ايه الحكاية بالظبط؟ بص يا سيدي، حل مش بص. يلا حل. انت هتعمل ايه؟ والله يا مستر القوتين دول لهما نفس الاتجاه. لهما نفس الاتجاه، فالمحصلة هتبقى بينهم ايوه، وهتبقى قريبة من القوى الكبيرة، فالمحصلة هتبقى هنا. يبقى نقطة تأثير المحصلة اللي هو الراجل سماها ده اللي هتبقى هنا. يبقى واضح ان ده لا تنتمي للقطعة المستقيمة ب ج. يبقى دي الإجابة الصحيحة وخلصنا. في أسهل من كده؟ نروح للمسألة رقم 7. في الشكل المقابل، أيوة عندك إيه في الشكل المقابل؟ قوتين ق1 وق2 تؤثران في النقطتين أ وب وكانت ج منتصف أ ب. تمام. فإن محصلة القوتين تؤثر في نقطة د. برضه محصلة القوتين تؤثر في نقطة د هتنتمي أكيد للخط المستقيم أ ب. وعايزين نشوف ده هتبقى فين بالظبط بقى. والله أنا عندي القوتين دول مالهم؟ أيوة متضادتين في الاتجاه، وبالتالي المحصلة هتبقى بين القوتين ولا بره القوتين؟ تمام بره، يا إما من هنا يا إما من هنا. لا ده مش من هنا ومن هنا، ده بره ومع القوى في اتجاه القوى الكبيرة. يبقى إذا المحصلة هتبقى هنا كده أهو. خلاص يبقى المحصلة هتبقى هنا. يبقى ساعتها النقطة د هتبقى هنا. يبقى المفروض النقطة د هتنتمي للشعاع أ ب ومش تنتمي للقطعة المستقيمة أ ب، يعني لازم تبقى بره هنا. يبقى د تنتمي للشعاع أ ب ولا تنتمي للقطعة المستقيمة أ ب. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. السؤال رقم 8، قوتان متوازيتان تمام ويعملان في نفس الاتجاه. تمام. مقدارهم ق 3 ق فتؤثران في النقطتين أ وب. نرسم بقى عشان أنا ما بعرفش أحل غير بالرسم. أدي نقطة هنا أ ونقطة هنا ب. القوة الأولى اللي هي ق هتؤثر في أ، والقوة التانية اللي هي 3 ق هتؤثر في ب. جميل كده يا عم الحاج. تمام. وبعدين وقال لي أ ب ده ب60 سم. فإن المحصلة تؤثر في النقطة ج اللي تنتمي للخط المستقيم أ ب. طبعا القوتين لهم نفس الاتجاه، يبقى المحصلة هتبقى من الداخل، يبقى النقطة ج تنتمي للقطعة المستقيمة أ ب. تمام. وهتبقى قريبة من القوة الكبيرة اللي هي التلاتة ق. يبقى المحصلة تبقى هنا، وقال لك النقطة دي هنسميها ج. تمام. طبعا احنا قلنا نقطة تأثير المحصلة تقسم القطعة المستقيمة ل ب بنسبة عكسية بين معيار القوتين. يعني شوف النسبة دي ق إلى 3 ق، يعني 1 إلى 3. يبقى ساعتها تبقى الحتة دي 3 إلى 1. فاهم حاجة؟ لو مش فاهم القصة دي هتقول لي ق في البعد في أ ج، أهو ق في أ ج.
هيساوي القوة التانية اللي هي 3 قاف في جيم ب. هتروح القاف دي مع القاف دي، يبقى الألف جيم هتساوي 3 جيم ب. يبقى الألف جيم على الجيم ب هتساوي 3 إلى 1. يبقى الألف جيم إلى الجيم ب هتساوي 3 إلى 1. يعني لو الألف جيم دي ب3 يبقى الجيم ب دي ب1. احنا عايزين نجيب الألف جيم. طيب ما الألف جيم هتبقى 3/4 الألف ب. ما هو الألف جيم ب3 والألف ب بربع، والألف ب كله ب60. يعني احنا عندنا الألف جيم المفروض هتساوي 3/4 ال60. 3/4 ال60 بكام؟ دي مع دي فيها ال15، يبقى 45. يبقى 45 سنتي. يبقى الحتة دي ألف جيم تبقى ب45 سنتي، وب جيم هتبقى ب15 سنتي. احنا عايزين الألف جيم يبقى ب45 سنتي. نروح للمسألة رقم 9. بيقول إذا كانت ح المتجهة ومحصلة القوتين المتوازيتين القاف 1 والقاف 2، وح أكبر من قاف 1 وأقل من قاف 2. هو طالما الح أقل من إحدى القوتين يبقى لازم القوتين يبقى متضادين في الاتجاه، دي ما فيهاش فصال. طالما المحصلة أقل من إحدى القوتين يبقى القوتين هيبقى متضادتين في الاتجاه. طيب يبقى دي قاف 1 ودي تبقى قاف 2. وكمان نستفيد إن القاف 1 القاف 2 أكبر من القاف 1، يبقى إذا المحصلة هتبقى كده مع القاف 2. بص أنا من الموقع ده استفدت حاجات كتيرة جدا. أقول لك تاني، المحصلة أقل من إحدى القوتين يبقى القوتين متضادتين في الاتجاه، لأن لو القوتين لهم نفس الاتجاه يبقى المحصلة هتبقى مجموعهم، وبالتالي يبقى المحصلة أكبر من أي واحدة فيهم. لكن طالما المحصلة أقل من واحدة فيهم يبقى القوتين ضد بعض في الاتجاه. كلام واضح جدا أهو. يبقى قاف 1 وقاف 2 متضادين في الاتجاه. طب يبقى المحصلة من بره ومع القوى الكبيرة. طب مين القوى الكبيرة؟ وبيقول لنا قاف 2 أكبر من قاف 1، يبقى المحصلة في اتجاه القوى قاف 2. طيب بيقول لك قاف 1 وقاف 2 في نفس الاتجاه، أكيد ده غلط. قاف 1 وقاف 2 متضادين في الاتجاه. أيوه دي هي اللي احنا عايزينها بقى. المحصلة في اتجاه قاف 1، لا مش في اتجاه قاف 1. طب المحصلة هتساوي قاف 1 ناقص قاف 2. احنا قلنا لما يديني المحصلة كمتجه يبقى المحصلة هتساوي مجموع متجهي القوتين أيا كان وضع القوتين بقى، ضد بعض في الاتجاه مع بعض في الاتجاه، متوازيتين مش متوازيتين حتى. هيبقى متجه المحصلة يساوي متجه القوة الأولى زائد متجه القوة الثانية. يبقى احنا عندنا هنا الإجابة الصحيحة رقم ب. نروح بعد كده للسؤال رقم 10. دول إذا كانت ح هي محصلة القوتين المتوازيتين 30 وقاف نيوتن، وكانت ح ب10 نيوتن، فيمكن أن يكون، بص المحصلة احنا عندنا قوة معلومة وعندنا المحصلة. القوى المحصلة أقل من القوى المعلومة، أقل من إحدى القوتين. المحصلة أقل من القوة دي، وبالتالي على طول القوتين لازم يبقى متضادتين في الاتجاه. قوتين يبقى متضادتين في الاتجاه، فواحدة 30 والتانية قاف. طيب كده عرفنا القوتين متضادين في الاتجاه. طيب يبقى المحصلة هتبقى من الخارج، يعني مع القوة 30 أو مع القوة قاف، مع دي ولا دي مش عارف. ما هو ممكن المحصلة تبقى هنا. هبص تبقى القوة دي 40، 40 ناقص 30 يبقى 10. ممكن القوة دي تبقى 20، يبقى 30 ناقص 20 يبقى 10، والمحصلة تبقى مع القوة 30. خلاص. طيب بيقول لك فيمكن أن يكون بقى قاف 1 قاف 2 ب20 نيوتن وتعمل عكس اتجاه القوة 30. يعني ممكن نخلي دي 20 وتعمل عكس قاف القوة 30. أيوة ده ينفع على فكرة. وهو ليه؟ لأن لو القوة دي 20 ودي 30 يبقى المحصلة ساعتها تبقى ب10 وتبقى مع القوة دي مع القوة 30، فالإجابة الصحيحة دي تنفع. طيب تعال نشوف الباقيين. يمكن أن تكون قاف ب20 وتعمل في نفس اتجاه قاف 30. أكيد دي غلط 100%، لأن لو القوتين لهم نفس الاتجاه يبقى المحصلة تبقى ب50. كده احنا المحصلة عندنا ب10. طيب قاف ب40 وتعمل عكس اتجاه المحصلة، لا لو القاف دي ب40
اه صحيح، هيبقى المحصلة ب10، بس ساعتها المحصلة هتعمل مع قاف 40، القوة 40 دي، يبقى قاف ممكن تبقى ب40 وفي نفس اتجاه المحصلة مش في عكس اتجاه المحصلة، يبقى الاحتمال ده غلط. طيب، ينفع قاف تبقى ب40 نيوتن وتعمل في نفس اتجاه القوى 30؟ لا طبعا، لأن لو الاتنين في نفس الاتجاه، واحدة منهم 40 وواحدة 30، يبقى المحصلة تبقى مجموعهم يبقى ب70. يبقى إذا احنا عندنا رقم ألف هي الإجابة الصحيحة. نروح للمسألة رقم 12. مسألة رقم 12 دي متكررة مرتين. طيب نشوف ده. بيقول لك إيه هنا؟ المتجه ها هي محصلة القوتين المتوازيتين اللتين مقدارهما 3 قاف وقاف نيوتن. فإذا كان ألف ج ب7 سم، يبقى ألف ب تبقى بكام؟ طيب هنحل إزاي؟ هو اداني قاف وتلاتة قاف واداني البعد ده ب7 سم وبيسألني عن البعد ألف ب، يبقى ساعتها هنقول له القوى في البعد بينها وبين المحصلة هتساوي القوة التانية في البعد بينها وبين المحصلة. برافو عليك. يبقى نقول له 3 قاف في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى 3 قاف في 7 يساوي قاف في المسافة دي كلها. هنفرض الحتة دي س، يبقى قاف في 7 زائد س. تقوم القاف دي رايحة مع القاف دي، وتلاتة في 7 ب21 هيساوي 7 زائد س، ودي ال7 بإشارة مخالفة، يبقى الس هتساوي 21 ناقص 7، يبقى الكلام ده يساوي كام؟ تمام، 14 سم. بس الموضوع بسيط جدا وسهل اهو. المسألة اللي بعد كده رقم 13. اقرا كده معايا وحاول تفكر معايا كده وتساعدني. المتجه قاف واحد والمتجه قاف اتنين قوتين متوازيتين وفي نفس الاتجاه. قاف واحد وقاف اتنين قوتين متوازيتين في نفس الاتجاه. جميل. وتؤثران عند ألف وب. تمام، حلو. محصلتهما ح تؤثر عند النقطة ج اللي هي تنتمي للقطعة المستقيمة ألف ب. ماشي معاك أنا لحد دلوقتي. وقاف واحد ب8، دي ب8 معيار، دي يعني ب8. والحاء ب13. جميل. والألف ج ب10. يا سلام، ايه الجمال ده. وعايزين نجيب الألف ب كلها. طيب، مش القوتين دول لهم نفس الاتجاه؟ أيوة. يبقى إذا تستفيد إيه؟ أيوة جدع ابن، المحصلة هتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين. جميل. والمحصلة ب13 وقاف واحد ب8 زائد قاف اتنين، يبقى أنت طلعت لنا قاف اتنين من هنا ولا لأ؟ قاف اتنين هتطلع ب5 يا مستر. جميل. يبقى قاف اتنين دي ب5. هو مش عايز قاف اتنين، امال انت جبتها ليه؟ اهو جت معايا في السكة وخلاص يا عم، مش هتضر. احنا عايزين نجيب الألف ب. طالما عايز أطوال هتروح للقاعدة، القوى في البعد بينها وبين المحصلة تساوي القوة التانية في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى نقول له 5 في ب ج. خلاص، خلينا نفرض إن ب ج دي بس مثلا، يبقى 5 س هتساوي القوة التانية اللي 8 في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى 8 في 10 ب80. اقسم على 5 هنا وعلى 5 هنا، يبقى س هتطلع ب16. طيب يعني الحتة دي ب16 سنتي. تمام كده. طب هو عايز ايه؟ هو عايز الألف ب. الألف ب هتبقى 10 و16 يبقى 26. أعتقد الموضوع سهل ومفيش مشاكل لحد دلوقتي. هو الدرس ده حلو وجميل يعني مفيش مشاكل. قوتين متوازيتين قاف واحد وقاف اتنين ومتحدة الاتجاه. يا سلام، هو قاف واحد وقاف اتنين ومتحدة الاتجاه، ادي قاف واحد وادي قاف اتنين. المهم وبعدين، ومقدار محصلتهما 25، المحصلة تبقى ب25. وتؤثر في نقطة تبعد عن 4 سنتي عن القوة الأولى اللي هي قاف واحد، يعني مثلا نقول هنا كده أهو، دي 4 سنتي. ماشي يا سيدي، دي المحصلة دي ها. وبعدين و6 سنتي عن القوة التانية، يبقى دي 6 سنتي. طيب عايزين قاف واحد ناقص قاف اتنين. القوتين لهم نفس الاتجاه. أيوة لهم نفس الاتجاه. يبقى تستفيد ايه؟ تمام، المحصلة هتساوي مجموع القوتين، يبقى قاف واحد زائد قاف اتنين. طيب ما عندك المحصلة عطاها لك ب25 نيوتن، يبقى قاف واحد زائد قاف اتنين بكام يا بطل؟ أيوة كده، ركز وفوق جدع ابني، ب25 نيوتن. طب ده هو عايز قاف واحد ناقص قاف اتنين، مش مشكلة، ما احنا لسه عندنا معطيات تاني لسه ما استفدناش منها، اللي هي ايه؟ ما اداني الأبعاد اهي، البعد بين قاف واحد والمحصلة وقاف اتنين والمحصلة، يبقى نقول له قاف واحد في البعد بينها وبين المحصلة،
يعني 4 قاف واحد يساوي قاف 2 في البعد بينه وبين المحصلة يبقى 6 قاف 2، وممكن نقسم هنا على 4 يبقى القاف واحد تطلع 3 على 2 قاف 2. ونرجع نعوض هنا، هتشيل القاف واحد وتحط مكانها 3 على 2 قاف 2 زائد قاف واحد 2 يساوي 25. يبقى دول 5 على 2 قاف 2 لما تجمعهم يساوي 25. ومنين حضرتك تعرف تطلع القاف 2؟ يعني هزر يا مستر، قاف 2 هي 25 في 2 على 5، دي مع دي فيها الخمسة يبقى الكلام ده يساوي 10. يبقى قاف واحد ب10. ونيجي نعوض هنا نطلع قاف 2. خلاص قاف 2 ب10 نعوض نطلع قاف واحد، يبقى إذا المفروض القاف واحد هتساوي دي ب10. خلي بالك هاتها الناحية التانية، يبقى 25 ناقص 10 يبقى 15. يبقى دي قاف واحد ب15 وقاف 2 ب10. يبقى قاف واحد ب15 ناقص 10 يبقى ب5، يبقى 5 نيوتن. نروح للمسألة اللي بعد كده. نمت؟ لا فوق، ما تنامش حبيبي، جدع عيب. بص ركز، كلام حلو وجميل وزي الفل، مفيش أي تعقيدات. يلا نكمل. قاف واحد وقاف 2 قوتين متوازيتين في نفس الاتجاه. الله، قوتين متوازيتين في نفس الاتجاه. ادي قاف واحد وادي قاف 2 تؤثران في النقطتين ألف وب. ادي ألف وادي ب على الترتيب، ومحصلتهما تؤثر في النقطة ج. محصلتهما تؤثر في النقطة ج، فالمحصلة تبقى هنا بينهم قريبة من قاف واحد ولا قاف 2. والله ما اعرفش، ما قاليش الراجل بقى مين القوى الكبيرة فيهم. فنقول مثلا المحصلة هنا تؤثر في النقطة ج، انت عايز تخليها قريبة من قاف 2 انت حر. فإذا زاد مقدار قاف واحد، لو قاف واحد زاد بقى، تخيل انت بقى زودت دي شوية، حطيت عليها شوية نيوتنات تاني كده اهو، خلاص. فالمحصلة أكيد هتروح ناحية القوى اللي هتزيد، مش كده ولا إيه؟ بيقول لك فإن مقدار المحصلة يزداد، أكيد هيزداد طبعا. أمال إيه؟ طالما القوة دي ازدادت يبقى مقدار المحصلة هتزداد. ونقطة تأثيرها تتحرك نحو النقطة ب؟ لا طبعا، نقطة تأثيرها هتروح كده، ما قاف واحد هي اللي هتزيد، زودنا قاف واحد شوية، يعني القاف واحد ضفنا عليها شوية، فأكيد بقى المحصلة تروح تتحرك كده، تيجي في الحتة دي كده أهو. هو هتزيد المحصلة، يبقى المحصلة هتزيد بس مش هتتحرك في اتجاه نحو ب. طيب مقدار المحصلة يزداد، أيوة، ونقطة تأثيرها تتحرك نحو ألف، أيوة، بس هي دي إجابة بالصحيح. طب نكمل. مقدار المحصلة لا يزداد، لا ده لازم يزداد، طالما إحدى القوتين زادت لازم المحصلة تزيد. مقدار المحصلة لا يزداد، لا لازم يزداد بقى، يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ب. خلاص نروح للسؤال رقم 17. قوتين متوازيتين، أيوة، مقدارهما 15 وقاف نيوتن، فإذا كان مقدار محصلتهما 25 نيوتن، وكانت القوى المعلومة والمحصلة في عكس الاتجاه. يا سلام يا سلام، آدي القوى المعلومة والمحصلة في عكس الاتجاه، فنقول المحصلة 25 نيوتن. خلاص. والقوى المعلومة 15. هو بيقول لي كده، أنا برسم أهو. نقرا تاني. قوتان متوازيتان مقدارهم 15 وقاف، فإذا كان مقدار محصلتهما 25، أنا لسه محطتش قاف لحد دلوقتي، وكانت القوى المعلومة والمحصلة في عكس الاتجاه. طالما القوى المعلومة والمحصلة في عكس الاتجاه لازم القوى المجهولة تبقى مع المحصلة، لأن المحصلة ما ينفعش تبقى لوحدها. ما ينفعش قوتين يوصلوا في نفس الاتجاه على جسم والجسم يروح يتحرك في عكس الاتجاه، ده مخالف للمنطق وللشرع وللدين. خلاص، فيبقى إذا القوة التانية هتبقى هنا. طالما القوتين متضادتين في الاتجاه يبقى المحصلة تيجي من بره، يبقى القاف هتبقى هنا اللي هي القوة دي. فإن مقدار القوة بالنيوتن تساوي كام؟ انت تعبنا معاك ليه؟ عايزين بقى نجيب القوة دي. ما القوتين خلاص بقوا ضد بعض في الاتجاه، فالقوة الكبيرة اللي هي قاف ناقص ال15 المفروض يا عمنا هتساوي ال25. يبقى القاف هتساوي 25 زائد 15 يبقى يساوي 40. يبقى مقدار القوة قاف تبقى ب40 نيوتن. بس خلص الموضوع، حلو وجميل اهو. المسألة اللي بعد كده رقم 17 18. قاف واحد وقاف 2 قوتان متوازيتان في نفس الاتجاه. أهلا وسهلا. يلا نرسم قوتين متوازيتين وفي نفس الاتجاه. ادي قوتين متوازيتين، ادي قاف واحد وادي قاف 2، وتؤثران في النقطتين ألف وب. دول قوتين متوازيتين في نفس الاتجاه تؤثران في ألف وب على الترتيب. قاف واحد أكبر من قاف 2. لما يبقى قاف واحد أكبر من قاف 2 هتستفيد إيه؟
ايوه، يبقى المحصلة قريبة من قاف واحد. هايل، حلو، يبقى المحصلة تبقى هنا اهو، تبقى قريبة شوية من قاف واحد. طب وبعدين؟ فإذا تضاعف مقدار كل من القوتين. إيه تضاعف مقدار كل من القوتين. فهمت الجملة دي ولا لسه ما فهمتهاش؟ لو ما فهمتهاش اقراها تاني. يعني القوة دي بقت 2 قاف واحد، والقوة دي بقت برضو 2 قاف اتنين، تضاعف. طبعا طالما تضاعف كل من القوتين فالمحصلة كمان هتتضاعف. أكيد طبعا، لأن المحصلة هي مجموع القوتين. يعني هب مثلا دي كانت 5 عشان تبقى فاهم، ودي 7، يبقى المحصلة في الأول كانت 5 و7 12، فضاعفنا دي بقت 10 وضاعفنا دي بقت 14، فهتجمع يبقى 14 و10 24، يبقى المحصلة زادت الضعف عن الحالة الأولى، يبقى المحصلة هتتضاعف. سؤال هنا بقى، نقطة تأثير المحصلة هيتغير ولا لا؟ فكر انت كده. والله يا مستر انا بالاحساس كده، طالما القوة دي هتزيد للضعف والقوة دي هتزيد للضعف، نقطة تأثير المحصلة مش هيتغير. تعال نشيل الارقام دي بس عشان تركز معايا اهو. طب ده الاحساس بتاعك، عايزين بقى نشوف الاحساس بتاعك ده صادق ولا كاذب يعني. ادي دي قاف واحد وادي قاف اتنين. طيب بص يا سيدي، تعال نشتغل قبل ما نضاعف القوتين. المفروض هتبقى سمي النقطة دي جيم، يبقى عندك ب ج في قاف اتنين هتساوي قاف واحد في البعد بينهم المحصلة ألف ج في قاف واحد. طيب تعالى بقى نشتغل بعد ما تضاعفت القوتين، بعد ما دي بقت اتنين قاف واحد واتنين قاف اتنين، فنقول له اتنين قاف اتنين القوة دي في البعد بينها وبين المحصلة اللي هي ب ج هتساوي القوة التانية اللي هي اتنين قاف واحد في البعد بينها وبين المحصلة اللي ألف ج. هتلاقي الاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، يبقى قاف اتنين في ب ج هتساوي قاف واحد في ألف ج، وهنا قاف اتنين في ب ج هتساوي قاف واحد في ألف ج. يبقى واضح كده فعلا إحساسك طلع صادق. المحصلة أو نقطة تأثير المحصلة ما اتحركتش من مكانها. يبقى إذا كده المحصلة تتضاعف ونقطة تأثيرها لا تتغير. يبقى المحصلة تضاعف ولا تتغير نقطة تأثيرها، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. خلاص مش هنضيع وقت في الباقيين لأن أكيد الباقيين مش هيبقوا صح يعني. نروح لرقم 19. قوتين متوازيتين وفي اتجاه واحد، الله، مقدارهم قاف وقاف. ارسم على طول كده قوتين قاف واتنين قاف، والأولى تأثر في ألف والتانية تأثر في ب، وألف ب ب60 سنتي. ونقطة تأثير المحصلة تنتمي لألف ب. نقطة تأثير المحصلة تنتمي لألف ب. طبعا المحصلة تبقى قريبة من القوة دي، وكمان ده هتقسم لنا المسافة بين ألف وب بنسبة 2 إلى 1 من هنا، بنسبة عكسية يعني. يعني المفروض دي تبقى كام؟ لو انت قلت 2 1 يبقى 63 على 3 في 20، يبقى المفروض دي تبقى 40 سنتي ودي تبقى ب20 سنتي. مش فاهم الكلام عملته ده؟ اعمله بقى اهو. قول له قاف واحد في ألف ج هيساوي 2 قاف 2 في ج ب، والألف ج ضفتها بسين، يبقى تقول لي قاف في س تساوي 2 قاف، وساعتها الجيم بتبقى ب60 - س، يبقى القاف دي هتروح مع القاف دي. ولو جيت اشتغلت هنا يبقى عندك س تساوي 2 في 60 ب120 ناقص 2 س، وهات لنا دي بإشارة مخالفة يبقى 3 س هتساوي 120، يبقى السين هتبقى ب40، السين اللي هي الألف جيم. لو مش عايز تعمل الخطوات دي كلها هتعمل ايه؟ ما احنا اتفقنا اهو. اقول لك مرة تاني اهو، بص تعالى نمسح الكلام ده عشان اقول لك ايه الموضوع من تاني اهو. اتفقنا يا سيدي أن نقطة تأثير المحصلة تقسم المسافة بين القوسين بنسبة عكسية لمعياريهما. يعني دي 2 قاف ودي قاف، يبقى دي المفروض يبقى النسبة دي البعيدة عن 2 قاف تبقى 2، والبعيدة عن قاف واحد تبقى 1. فاجمع 2 1 كام؟ 3، واقسم 60 على 3 يبقى 20. اضرب 20 في 2 ب40، يبقى اديك الألف ج ب40، يبقى الألف ج ده يبقى ب40، و20 في 1 ب20 يبقى الج ب20. طيب
وبعدين معرفش اللي جاي بعد كده، تعالى نشوف بقى. فإذا بدلت القوتين مكانيهما، بدلت القوتين مكانيهما، يعني القوة دي هتيجي مكان دي. يعني تخيل دي بقى هتبقى قاف، ممكن ناخدهم على رسمة تانية عشان ما تتوهش اهو. ادي الألف وادي الب. خلي بالك النقطة دي الجيم كانت دي ب20 سنتي ودي ب40 سنتي. على الوضع الجديد بقى هنبدل القوتين مكان بعض، يبقى دي 2 قاف ودي قاف. فالمحصلة هتيجي فين؟ أكيد المحصلة هتيجي هنا، هتبقى قريبة من القوى الكبيرة. وساعتها تبقى الحتة دي هي بقى ال20، لو سمينا النقطة دي د مثلا يبقى ألف د ب20 وده الب كله هيبقى ب40. خلاص. طب انت عندك دي اصلا كانت دي ب40 سم ودي كانت ب20، يبقى الحتة دي كام بقى؟ 20 سم. المحصلة خلي بالك كانت هنا اتحركت، كانت عند ج اتحركت جت عند د، يبقى المحصلة كده المفروض تكون اتحركت 20 سم. يبقى نقطة تأثير المحصلة هتتحرك مسافة 20 سم. نيجي بقى للمسألة اللي بعد كده. بيقول لي أ ب ج د ه واو سداسي منتظم، ماشي، س في منتصف والصاد زي ما عندك في الشكل ده كده اهو. محصلة القوى تعمل فين بقى؟ فين القوى اللي عندك؟ انت عندك في قوة 4 نيوتن وفي قوة 12 نيوتن. فالمفروض محصلة القوتين دول ال4 و12 نيوتن هيبقى فين بقى؟ ادالك اختيارات. ما تيجي ندردش شوية، تعال نوصل المسافة بين خطي عمل قوتين. يعني مثلا نوصل المسافة دي كده اهو، أو دي ده ب مثلا. طيب جميل. والله واضح إن القوتين واحدة 4 وواحدة 12، فالمفروض المحصلة هتبقى قريبة من القوة الكبيرة، مش كده ولا إيه؟ بالمنطق كده يعني. فالمحصلة هتبقى قريبة من القوة 12، وهتقسم المسافة د الألف دي وألف ه دي بنسبة 12 إلى 4، يعني بنسبة 3 إلى 1. يعني لو فرضنا مثلا المحصلة هنا مثلا كده اهو. خلاص. فيبقى عندك لو المسافة بين القوة 12 والمحصلة 1، هتبقى المسافة بين المحصلة والقوة 4 3. وضحت القصة دي؟ طيب ممكن تعمل اختيارات كده في ان المحصلة محصلة تعمل في اتجاه الألف ب. طبعا ده مستحيل، المحصلة تبقى فوق هنا شوية. تعمل في اتجاه ص س، ده كمان مستحيل لأن المحصلة هتبقى قريبة من القوة 12 مش من القوة 4. طب تعمل في اتجاه ج واو ج، ده برضه ده مش هينفع، لأن لو هتعمل في اتجاه واو ج، واضح إن الواو ج ده بيقسم الهاء ألف نصين. فالمحصلة المفروض كانت تبقى في النص لو القوتين دول قد بعض. يبقى كده هتعمل في اتجاه ن ألف، ويبقى دي هي الإجابة الصحيحة. لو عايز بقى تأكد على شغلك، أنت خلاص اخترت الإجابة الصحيحة أهو. خلينا نمسح بس الحتة دي وأقول لك تعمل إيه. أنت لو وصلت ده كده أهو، وتعالى كمان نشيل لك التلاتة دي عشان ما تلخبطش الدنيا. هتلاقي بقى الحتة دي، شايف الحتة دي ودي ودي ودي، دول 4 أجزاء متساوية، ده يساوي ده يساوي ده يساوي ده. منين الكلام ده؟ من هندسة الشكل بتاع السداسي بقى، واحنا مش فاضيين لك بقى. شوف انت هندسة الشكل، يعني الحتة دي 1 ودي 1 ودي 1 ودي 1. فلو الحتة دي 1، هتبقى الحتة دي كلها كام؟ 3. يبقى فعلا كده الخط المستقيم ن م يقسم المسافة بين القوتين بنسبة 3 إلى 1 من ناحية 4. يبقى فعلا خط عمل محصلة يبقى هنا. يبقى المحصلة تعمل في اتجاه ن م. رقم 31 بيقول لي إيه؟ إذا كان الشعاع ألف د ينصف زاوية ألف، تمام. طبعا تستفيد من النقطة ده، وأنت عارف هتستفيدي وأنا مش هقول لك على فكرة. وقاف 1 وقاف 2 قوتان متوازيتان تؤثران في باء وجيم، وكانت محطتهما تؤثر في النقطة دي. شوف لي بقى تستفيدي من المنصف ده. ألف د ينصف زاوية ألف. شوف أنت هتستفيدي من المنصف ده لما أقرأ أنا كمان مرتين. قوتين متوازيتين قاف 1 وقاف 2 تؤثران في ب وج، والمحصلة تؤثر في النقطة دي. أدي المحصلة ها. يبقى قاف 1 هتبقى كام بالنسبة لقاف 2؟ عرفت بقى لما يبقى ألف د نص في زاوية ألف هتستفيد إيه؟ أيوه كده، هيبقى ب د على د ج
هيساوي ألف ب إلى ألف ج. إذا نصفت زاوية رأس المثلث فهذا المنصف يقسم الضلع المقابل لهذا الرأس إلى جزئين. النسبة بين طوليهما يعني ب د إلى ج ج تساوي النسبة بين طولي الضلعين الآخرين للمثلث. يعني المفروض ب د إلى ب ج تبقى 4/8، يعني 1/2، فلو دي 1 هتبقى دي 2. تمام، فلو دي لام مثلا يبقى دي 2 لام. طيب جميل، حلو، ده اللي أنا كنت عايزه في النقطة ده، وأنت كتر خيرك أنت أنجزت ووفيت بأهم نقطة في الموضوع. الباقي بقى نروح لسنة تالتة، هتبقى كلام بقى أنت حافظه صم. هتقول لي إيه؟ تمام، قاف واحد في البعد بينه وبين المحصلة اللي هو لام هيساوي قاف 2 في البعد بينه وبين المحصلة اللي هو لامين. فتقول اللام دي تروح مع اللام دي، يبقى القاف هتساوي 2 قاف 2. يبقى القاف واحد هتساوي 2 قاف 2. شفت بقى الموضوع سهل ولذيذ كده إزاي؟ الاستاتيكا دي تقريبا أحسن فرع في الرياضة على فكرة. إذا أثرت القوتان المتوازيتان قاف واحد وقاف 2 في النقطتين ألف وب على الترتيب، فكانت محصلتهما تؤثر في النقطة ج تنتمي للخط المستقيم ألف ب. وبعدين وإذا أثرت القوتان المتوازيتان قاف 2 وقاف 3 في النقطتين ألف وب على الترتيب، كانت المحصلة تؤثر في النقطة ج أيضا. فاهم حاجة؟ ولا أنا فاهم؟ يلا نفهم سوا يا حاج. مش عيب أنت مش فاهم، اقرا تاني واقرا كده بتركيز واستمتاع، هتلاقي نفسك فاهم. حتى ما سابولناش مكان نحل فيه المسألة. يلا مش مشكلة، نحاول نشخبط في أي مكان. تعال نشخبط هنا كده. بص، ادي عندي نقطة ألف وادي نقطة ب، ففي قوتين متوازيتان قاف واحد وقاف 2 تؤثران في ألف وب. طيب يا حاج، القوتين دول متوازيتين ضد بعض في الاتجاه ولا لهم نفس الاتجاه؟ ما قالش. طب نحاول نقرا كده، يمكن يدينا معطيات تخليني تساعدني احدد القوتين في نفس الاتجاه ولا ضد بعض في الاتجاه. تعال نشوف. هو بيقول القوتين تؤثران في ألف وب على الترتيب، وكانت محصلتهما تؤثر في النقطة ج اللي تنتمي للخط المستقيم ده. بس وسكت. يبقى كده مفيش معطيات تقول لي إذا كانت القوتين لهم نفس الاتجاه ولا ضد بعض في الاتجاه. أنا كده هاخدهم مع بعض في الاتجاه. انا حر بقى، ما ايه المانع انا اخدهم في نفس الاتجاه؟ ودي تبقى انت عايز تاخدهم في عكس الاتجاه، خدهم، نو بروبلم، انت حر. خلاص. طيب لما يبقى القوتين في بهذا المنظر، ايه اللي حصل؟ وكانت المحصله تؤثر في النقطه ج. ج هنا كده اهو، مثلا كده اهو، قريبه من القوه قاف واحد وقاف ولا قاف اتنين، والله ما اعرف، انا ما اعرفش مين الكبيره اصلا، فانا هرزعها في اي مكان وخلاص. فالمحصله طبعا هتبقى كده اهو. طيب وبعدين؟ يبقى كده انا عملت ايه؟ اثرت القوتان المتوازيتان قاف واحد وقاف 2 في الف وب على الترتيب، وكانت محصلتهم تؤثر في النقطه ج اللي تنتمي للخط المستقيم الف ب. حلو كده. كده انا خدت القوتين طبعا نفس الاتجاه. انت هتاخدهم ضد بعض في الاتجاه، ما عندناش مشكله، لان هنا مفيش معطيات تحدد لي القوتين في نفس الاتجاه ولا ضد بعض في الاتجاه. المهم، واذا اثرت القوتان المتوازيتين قاف 2 وقاف 3 فيها النقطتين ألف وب على الترتيب، وكانت المحصلة بتاعتهم برضو في النقطة ج. بص تعالى نرسم لها رسمة لوحدها دي. بص يا سيدي، خلي بالك احنا يبقى النقطة ألف وب زي ما هم، مش هنيجي عندهم اهو. ألف وب، ونفس الكلام الجيم للأسف مش هتتغير. أمال إيه اللي هتغير؟ أثرت القوتين المتوازيتان قاف 2 هتؤثر في ألف، يبقى دي قاف 2 تؤثر في ألف. نقلت قاف 2 جبتها عند ألف، وجبت قوة تالتة هتؤثر في ب. ايه اللي حصل بقى؟ تعال نقرا ونشوف ايه اللي حصل. أثرت القوتان المتوازيتان قاف 2 وقاف 3 في النقطتين ألف وب على الترتيب، وكانت محصلتهما تؤثر في النقطة ج. يبقى المحصلة تؤثر في النقطة ج، بس خلي بالك المحصلة دي مش هي دي، خلينا نسمي دي ح واحد ودي ح اتنين، لأن القوتين هنا مختلفتين، فأكيد مجموع القوتين دول مش مجموع القوتين دول. يقول لك فإن بقى انت هتستفيد ايه بقى من القصه دي؟ انا كل اللي عندي في المعطيات، او المعطيات كلها بتزقني ان انا مش عارف لا قاف واحد بكام ولا قاف اتنين بكام، فقاف واحد زائد قاف اتنين يساوي ح واحد دي شكلها مش هتفيدني بحاجه، ولا قاف اتنين زائد قاف تلاته هتساوي ح اتنين دي مش هتفيدني بحاجه. يبقى واضح كده انا ما قداميش سكه غير ان اقول قاف واحد في البعد بينه وبين المحصله قاف واحد في الف ج هتساوي، انا بشتغل في الحاله الاولى اهو،
قاف 2 في البعد بينها وبين المحصلة، قاف 2 في ج ب. أنا عملت إيه؟ اشتغلت بقانون العزوم هنا. قاف 1 في البعد بينها وبين المحصلة يساوي قاف 2 في البعد بينها وبين المحصلة في الحالة الأولى. طب تعالى الحالة التانية نجيب لون تاني عشان إيه؟ نشتغل براحتنا. في الحالة التانية المفروض قاف 2 في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى قاف 2 في ألف ج يساوي قاف 3 في البعد بينها وبين المحصلة، البعد بينها وبين المحصلة ج ب. حلو. طيب ده اللي عرفت استفيده من الاستاتيكا بتاع المسألة. في الحالة الأولى استنتجت العلاقة دي، في الحالة التانية استنتجت العلاقة دي. هو عايز بقى يطلع علاقة بين قاف 1 وقاف 2 وقاف 3، فلازم نشيل الألف ج والب ج دول من العلاقتين دول. فنشيلهم ازاي بقى؟ أقول له أنت كده هنشيلهم ازاي؟ هايل، برافو عليك، لعيب. يلا هنقسم علاقة المعادلة الأولى دي على المعادلة التانية، والعلاقة التانية على العلاقة الأولى. فلما تقسم يبقى عندك قاف 1 على قاف 2، والألف ج تروح مع الألف ج، بيبقى قاف 1 على قاف 2. نيجي للطرف بقى التاني، ده يروح مع ده، يبقى عندك الجيم ب هتروح مع الجيم ب، يبقى باقي قاف 2 على قاف 3. وضحت القصة دي؟ سهلة يعني مثلا مفيش مشكلة. يبقى إذا قاف 1 في قاف 1، قاف 1 في قاف 3، نعمل مقص كده. قاف 1 في قاف 3 المفروض هتساوي مين بقى؟ هتساوي قاف 2 في قاف 2، يبقى قاف 2 تربيع. يبقى واضح هتبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. الله، حلوة المسألة دي، كويس. طيب نكمل بقى، نشوف بقى المشوار اللي عندنا ايه اللي جاي، ولا نكتفي بهذا القدر؟ لا لسه، احنا هنشتغل لحد ما نخلص المسائل بتاع القوتين. بس كفاية عليك في الفيديو ده. لو انت معانا لحد هنا يبقى انت كده نفسك طويل، واستمر وحل بالكشكول بتاعك واجتهد، وخليك قوي كده وصلب بتاع بنجهزك عشان تدخل كلية هندسة. وما أدراك ما كلية هندسة. ربنا يوفقك إن شاء الله. شد حيلك واستعن بالله ولا تعجز. ما تنساش لو انت وصلت معانا لحد هنا، ما تنساناش بقى بالاشتراك في القناة، واللايك والشير والكلام الحلو ده. نكمل بعد الفاصل ده. واضح ان المسائل اللي جاية دي هتبقى على المتجهات. خلينا نتفق على حاجة قبل ما نبدأ في المسائل دي. لو اديتك القوة كمتجهات، قلت لك مش عارف قاف 1 بتساوي اي حاجة تساوي 3 س زائد 5 ص، وقاف 2 بتساوي مش عارف س ناقص 3 ص، وقلت لك هات المحصلة كمتجه. المحصلة كمتجه على طول تساوي مجموع متجهي القوتين، ايا كان بقى وضع القوتين بقى، متوازيتين غير متوازيتين، ضد بعض في الاتجاه، مع بعض في الاتجاه. طالما اداني القوتين كمتجهات، يبقى المتجه المحصلة يساوي مجموع القوتين. يعني لما اجي اجيب كده اقول له 3 و1 يبقى 4 في اتجاه السينات، و5 وسالب 3 يبقى 2 في اتجاه الصادات، يبقى انا كده جبت المحصلة. خلاص، خليك فاكر النقطة دي. في نقطة تانية أحب أقولها لك بقى عشان هتريحنا في بعض المسائل. قال لك إيه؟ لو أنت عندك مثلا قوتين متوازيتين، يعني في قوة هنا اسمها قاف 1 تؤثر في النقطة ألف، اللي هي مثلا أي حاجة مثلا 3 و2، وفي قوة تاني كده مثلا ولتكن قاف 2 تؤثر في نقطة هنا ولتكن مثلا مش عارف 4 و7، وقال لك هات نقطة تأثير المحصلة. فنقطة تأثير المحصلة ولتكن جيم، هتجيبها ازاي؟ بص، هتجيبها بالقانون ده علشان تخلص. هتقول له قاف 1، معيار قاف 1 في النقطة اللي بتأثر فيها يبقى قاف 1 في النقطة 3 و2، زائد قاف 2 في النقطة اللي هتأثر فيها اللي هي 4 و7، على قاف 1 زائد قاف 2. ماشي؟ بس خلي بالك بقى، لو القوتين لهما نفس الاتجاه يبقى تخلي دي زائد. لو القوتين ضد بعض في الاتجاه تاخد واحدة منهم بالسالب، يعني اخد دي بالسالب مثلا يبقى دي سالب، وكمان تحط لي هنا سالب لو القوتين ضد بعض في الاتجاه. خلاص، هنشوف الكلام ده واحنا بنحل، هتيجي امثله عليه. فخليك فاكر القانون ده عشان لما تيجي مثال عليه نحله على طول بسرعه بالشكل ده. احنا اتفقنا على معلومتين هنا دلوقتي. لو اداني القوتين كمتجهات يبقى متجه المحصله يساوي مجموع القوتين ايا كان وضع القوه بالنسبه لبعضهم. ولو انا عندي قوتين متوازيتين تؤثران في نقطتين، عايز اجيب نقطة تأثير محصلاتهما، يبقى اقول له قاف 1
في نقطة تأثير المحصلة زائد قاف 2 في نقطة تأثير قاف 1 في نقطة تأثيرها سوري زائد قاف 2 في نقطة تأثير على مجموع القوتين. ولو القوتين متضادين في الاتجاه يبقى ناخد واحدة منهم بالسالب وواحدة بالموجب. خلاص. طبعا خلي بالك على أساس حاجة مهمة جدا إن النقطة ج دي لازم تقع على الخط المستقيم الواصل بين الألف والب، يعني ج تبقى هنا كده. بس واحد يقول لي طب ما ممكن تأثير، بص نعملها كده أهو، بحكم بقى القوة دي هي الكبيرة فيبقى الحاء هنا مثلا كده أهو. فتقول لي طب ما ممكن نقول النقطة دي نقطة تأثير المحصلة، أيوة طبعا معاك حق. ممكن تقول النقطة دي نقطة تأثير المحصلة، أيوة معاك حق. لأن أي نقطة على خط عمل محصلة تنفع تبقى نقطة تأثير المحصلة. احنا لما نتكلم عن نقطة ج اللي هجيبها دي نقطة تأثير المحصلة وتنتمي إلى الخط المستقيم المارر بنقطة تأثير القوى الأولى ونقطة تأثير القوى التانية. عشان تبقى فاهم الموضوع ده عشان محدش يقعد لخبط لك دماغك يعني. طيب بعد الملحوظتين دول نرجع للمشوار بتاعنا نكمل فيه ونشوف الدنيا فيها ايه. احنا كنا فين؟ احنا تقريبا كنا هنا اهو. نشوف اول واحدة بيقول اذا كان قاف واحد وقاف اتنين قوتين متوازيتين، يا- وقاف واحد بيساوي الكلام ده وقاف اتنين بيساوي الكلام ده، فإن الثابت كاف هيساوي كام؟ ايه علاقة ده بالاستاتيكا ولا ليه أي علاقة أصلا؟ أنت عندك في متجهين متوازيين اهو، متجه يوازي متجه. فاكر في الهندسة الفراغية لما كنا بنقول عند متجه يوازي متجه كنا بنقول الحاصل ضرب الاتجاهي للمتجهين يساوي المتجه الصفري، صح؟ وكنا بنقول إن أحد المتجهين يساوي عدد في المتجه التاني. كنا بنقول في تناسب بين المركبات، يعني س دي على س دي يبقى 3 على سالب 6 هيساوي كاف على 8، وبالتالي الكاف هتطلع 3 في 8 ب 24 على سالب 6، يبقى الكلام ده يساوي سالب 4. بس يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ج. خلاص ده شغل تقريبا هندسة فراغية يعني. طيب نفس المسألة دي مش عارف جت لي تاني كده. طيب من بين مجموعات القوى التالية توجد قوتين متوازيتين وتعملان في اتجاهين متضادين، هما مين ومين؟ احنا عشان نضمن القوتين متوازيتين لازم يبقى في تناسب بين المركبات. طب عشان نضمن ان هما في اتجاهين متضادين يبقى في الاشارات بتاع المركبات ضد بعضها. يعني لو السين دي موجب يبقى السين بتاع القوة التانية بالسالب، ولو صاد الأولى موجب يبقى صاد القوة التانية تبقى بالسالب. فهمت حاجة؟ طب تعالى نشوف أول اختيار كده. لو قسمنا س على س 2 على 4 بنص، حلو. وصاد على صاد سالب 3 على سالب 6 بنص، يبقى كده أنا ضامن 100% إن القوتين دول متوازيتين. طب ضد بعض في الاتجاه، شوف السينات دي موجب والسينات دي موجب، لا يبقى كده مش ضد بعض في الاتجاه. عشان يبقى ضد بعض في الاتجاه المفروض السينات دي تبقى موجب ودي تبقى سالب، والصادات تبقى سالب والصادات تبقى موجب. يبقى دول متوازيتين ايوه بس مش متضادين في الاتجاه، يبقى الاختيار الاول مش هينفع. طب نروح للاختيار التاني، القوتين متوازيتين. تعال نشوف، نقسم 2 على سالب 4 بسالب نص، تمام، وسالب 3 على سالب 6 بسالب نص، يبقى كده انا ضمنت القوتين دول متوازيتين. طب ضد بعض في الاتجاه والله، لو تغيرت اشارات المركبات يبقى دول ضد بعض في الاتجاه. السين هنا موجب وهنا سالب، حلو لحد كده نص حلو. هنا الصاد سالب والصاد موجب، يبقى القوتين دول متضادتين في الاتجاه. يبقى كده انا ضمنت القوتين دول متوازيتين عشان تناسب المركبات، ومتضادين في الاتجاه عشان تغيير اشارات الاحداثيات. يبقى الاجابه اللي انا عايزها رقم باء. طيب نروح للمساله اللي بعد كده، رقم 2 او رقم 4، معرفش رقم 3 اتاكلت في السكه تقريبا ما اتصورتش. يلا خير، الله يسامح اللي صور بقى. دي كام؟ بيقول لي إذا كان قاف واحد يوازي قاف اتنين والمحصلة ح، وقاف واحد بتساوي الكلام ده والمحصلة بتساوي الكلام ده، يبقى قاف واحد سواء قاف واحد توازي قاف اتنين أو ما توازيهاش، المحصلة كمتجه هتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين. ده موضوع كده مفروغ منه يعني. اداك المحصلة بسالب اتنين قاف واحد، خلاص نكتب هنا سالب اتنين قاف واحد
يساوي قاف واحد ده أنا مش عارفها، وقاف اتنين عطانا بكام؟ بسالب 9 س زائد 12 ص. تمام، احنا عايزين بقى نجيب قاف واحد. هتعمل ايه؟ ودي دي بإشارة مخالفة، يبقى دي سالب 3 قاف واحد هتساوي سالب 9 س زائد 12 ص. اقسم بقى على سالب 3 هتطلع قاف واحد. سالب 9 على سالب 3 يبقى ب3 في اتجاه السينات، وهنا سالب 4 في اتجاه الصادات. يبقى قاف واحد هتبقى 3 وسالب 4. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. نروح للمسألة اللي بعد كده. شوف ايه اللي عندك. قاف واحد يوازي قاف اتنين. أهلا وسهلا. حلو. طب لو هما نفس الاتجاه؟ معرفش. ضد بعض في الاتجاه؟ ما خبرش. يبقى قاف واحد هيوازي قاف اتنين. تمام تمام. طيب، وقاف واحد بتساوي الكلام ده، ومعيار قاف اتنين بيساوي الكلام ده. يبقى المفروض قاف اتنين هتبقى بكام؟ والله انت عندك هنا يعني تقريبا اكثر من حل لهذه المسألة، وهتحس ان انت شغال متجهات، يعني تحس دي مش استاتيك، هتحس ان دي هندسة فراغية وانت بتشتغلها. انت فاكر قلنا لك عشان تجيب اي متجه محتاج ايه؟ تجيب معيار وتضربه في متجه واحدة في اتجاهه، مش كده ولا ايه؟ يعني انت عشان تجيب المتجه قاف دلوقتي معيار قاف اتنين، يبقى انت محتاج معيار قاف اتنين. طب معيار قاف اتنين اهي، ومحتاج متجه وحدة في اتجاه قاف اتنين. ده تجيبه منين يا بطل بقى؟ تعال نرجع للمعطيات نسألها. هو قال لي قاف واحد يوازي قاف اتنين. قاف واحد يوازي قاف اتنين، بس معرفش مع بعض في الاتجاه ولا ضد بعض في الاتجاه. ده تستفيد منه ايه؟ انت لو عندك متجه وحدة في اتجاه قاف واحد، يبقى ممكن تجيب متجه وحدة في اتجاه قاف اتنين. ازاي؟ لو فرضنا في متجه وحدة هنا اسمه ايه؟ في اتجاه قاف واحد، يبقى هيبقى عندي متجه وحدة في اتجاه قاف اتنين، هيبقى نفس المتجه ده لو قاف اتنين لها نفس اتجاه قاف واحد، او يبقى عكسه في الاتجاه، يعني نضرب في سالب لو قاف اتنين ضد قاف واحد. طب هو قال لي هنا قاف اتنين ضد قاف واحد ولا معاها؟ ما قالش، فسايب لي الدنيا مفتوحة. يعني لو انا عرفت اجيب متجه وحدة في اتجاه قاف واحد، هقدر اجيب متجه وحدة في اتجاه قاف اتنين. ازاي؟ لو جبت متجه وحدة في اتجاه قاف واحد وليكن ايه، يبقى متجه الوحدة اللي في اتجاه قاف اتنين هيبقى بموجب وسالب ايه. طب تعرف تجيب له متجه وحدة في اتجاه قاف واحد؟ ما انت عندك المتجه قاف واحد اهو. تعرف تجيب متجه وحدة في اتجاهه ولا لا؟ يلا قول لي هتجيبه ازاي؟ ايوه كده فوق. يبقى لو حبيت اجيب متجه وحدة في اتجاه قاف واحد، اقول له والله تبقى المتجه قاف واحد على معياره، على معيار المتجه قاف واحد يعني. طب ما تيجي نجيب المتجه قاف واحد. عندك واحد وسالب اتنين على معياره، يبقى جذر واحد تربيع زائد أربعة تربيع يبقى بخمسة. يبقى عندك المتجه واحد على جذر خمسة وسالب اتنين على جذر خمسة. ده متجه وحدة في اتجاه قاف واحد. طب لو أنا عايز بقى أجيب متجه وحدة في اتجاه قاف اتنين، والله ده يتوقف على إيه؟ لو قاف اتنين لها نفس اتجاه قاف واحد يبقى هو نفس المتجه ده. لو قاف اتنين ضد قاف واحد يبقى متجه الوحدة في اتجاه قاف اتنين يبقى سالب المتجه ده. طب هي قاف اتنين مع ولا ضد قاف واحد؟ ما اعرفش. يبقى اقول له والله ناخد الاحتمالين، يبقى موجب وسالب. يبقى المتجه الوحدة اللي في اتجاه قاف اتنين هيبقى موجب وسالب المتجه وحدة ده. جذر خمسة، وهنا سالب اتنين على جذر خمسة. يبقى ساعتها بقى حضرتك لما تيجي تجيب المتجه قاف واحد هتقول له معيار اللي هو أربعة جذر خمسة هيتضرب في مين؟ في موجب وسالب. موجب وسالب اللي هي دي. المتجه ده واحد على جذر خمسة وسالب اتنين على جذر خمسة. يبقى الكلام ده يساوي موجب وسالب. واضرب لنا بقى أربعة جذر خمسة في واحد على جذر خمسة تبقى بأربعة، وأربعة جذر خمسة في سالب اتنين على جذر خمسة تبقى بسالب تمانية. يبقى المفروض قاف اتنين ممكن تبقى أربعة وسالب تمانية، أو سالب أربعة وموجب تمانية. فقاف اتنين ممكن تطلع دي أو دي. وبيقول لك في الاختيارات بقى أي فقط ولا ده. هيبقى الاتنين مع بعض، اللي هو الإجابة الصح تبقى رقم ج. خلاص. حد يقول لي أنا ممكن أحل المسألة بشكل تاني؟ ممكن تحل المسألة بشكل تاني. هي وتعالى نحلها بشكل تاني.
فاكر ان لما قلنا قاف واحد يوازي قاف اتنين، قلنا لما يبقى عندي اي متجهين متوازيين، يعني المفروض قاف اتنين دي المفروض هتساوي اي عدد ثابت في قاف واحد، طبعا العدد ده غير الصفر طبعا. تمام. وبالتالي نقدر نقول ان القاف اتنين بتساوي كاف في قاف واحد اللي هي واحد وسالب اتنين اها. قاف واحد اها. يبقى المفروض الكلام ده يساوي كاف وسالب اتنين كاف. طب وهتجيب الكاف دي منين؟ ما هو عطالك معيار القاف اتنين، يبقى نقول له معيار قاف اتنين المفروض يبقى جذر كاف تربيع زائد الصادات تربيع، يبقى 4 كاف تربيع هيساوي 4 جذر 5. الكلام ده المفروض لو جمعنا يبقى عندك جذر 5 كاف تربيع، يبقى ده يطلع جذر 5، والجذر التربيع الكاف تربيع مش كاف، خلي بالك القيمة المطلقة للكاف هتساوي 4 جذر 5. فالجذر 5 دي هتروح مع الجذر 5 دي، يبقى القيمة المطلقة للكاف أو مقياس الكاف يساوي 4. يبقى الكاف ممكن تبقى بموجب وسالب 4. يبقى عشان تجيب لنا بقى قاف 2، يبقى قاف 2 هتساوي، خلي موجب وسالب دي بره واضرب احط مكان الكاف دي 4، وهنا 4 في سالب 2 بسالب 8. يبقى قاف 2 تبقى بموجب وسالب 4 وسالب 8. يعني الاختيارين هم دول ينفعوا بعض. لو الكلام ده اسهل خلاص حل بيه، لو الكلام الاول اسهل بالنسبه لك حل بيه، والتغليب بها العب بها. رقم 6 بيقول لي إذا كان مقدار قوتين متوازيتان، إذا كان مقدار قوتين متوازيتين تعملان في نفس الاتجاه هما س على ص وص على س نيوتن، والمحصلة 2. وده تعال نشوف المعطيات اللي عندنا. قوتين متوازيتين، أيوة متوازيتين لو نفس الاتجاهات تعملان في نفس الاتجاه. طب ما حلو أهو. واحدة منهم محصل مقدارها س على ص، والتانية مقدارها ص على س نيوتن. تمام. والمحصلة باتنين، ايه الكلام الجميل ده؟ والمحصلة باتنين استفيد ايه انا من القصة دي بقى؟ طالما القوتين لهم نفس الاتجاه فالمحصلة هتجيبها ازاي؟ مجموع القوتين. يعني كده المفروض س زائد س يساوي 2. تمام كده يا بطل. هو عايز بقى علاقة بين السين والصاد. كده شغل الاستاتيكا خلص اه. الباقي شغل جبر بقى، ما اعرفش تعمله ازاي بقى. لو حبينا نخلص من الكسور دي قلنا نعمل ايه؟ نضرب في المضاعف المشترك للمقاومات اللي هو س في ص. فلو ضربت الكسر ده في س تروح السين مع السين يبقى هنا ص تربيع، ولو ضربت الكسر ده في س ص تروح الصاد مع الصاد يبقى س تربيع، ولو ضربت الاتنين يبقى 2 س في ص. انا بعمل ايه؟ انا بتخانق من الكسور اللي في المسألة، فانا بحاول اشيل الكسور عشان ما احل براحتي. فضربت في المضاعف المشترك الاصغر للمقامات اللي هو حاصل ضرب المقامات يعني، فطلع المنظر ده هو. اقوله تاني: ص على س في س السين تروح مع السين يبقى ص في ص بص تربيع، وس على ص في س ص الصاد تروح مع الصاد يبقى س في س بس تربيع، و2 س في ص ب2 س ص. طب وبعدين انا عايز اجيب علاقه بين السين والصاد. طب ما تيجي نودي ده باشاره مخالفه جوه كده وربنا ييسر الحال. سالب 2 س ص زائد س تربيع، اصبح الطرف الشمال بكام؟ بصفر. طب انت بقى شامم ريحه حاجه في الطرف اليمين ده؟ ص تربيع وس تربيع وس في ص في 2. اوه ده فكرني بالمربع الكامل. ايوه كده صح يا لا جدع. ص ناقص س كل تربيع يساوي صفر. ده مربع كامل، ولو فكيت القوس ده مربع الاول ومربع التاني، والاول في التاني في 2. شيل التربيع يبقى ص ناقص س هتساوي صفر. يبقى السطح هتطلع تساوي س. يعني المسألة دي كان كل الشغل فيها شوية جبر مش شوية استاتيكا يعني. يبقى الإجابة صح تبقى رقم ألف. نروح للمسألة اللي بعد كده رقم 7. قوتان ق واحد وق اتنين متوازيتان وتعملان في نفس الاتجاه. يا سلام، يلا نرسم قوتين تعملان في نفس الاتجاه. ادي قاف واحد وادي قاف اتنين. وبعدين وتعملان في نفس الاتجاه. نكمل. إذا بدلت مكانيهما فإن محصلتهما لا تغير مكانها. يعني إيه الكلام ده؟ لما نبدل القوتين دول المحصلة هتفضل مكانها. ما تيجي نقول المحصلة مثلا هتبقى هنا مثلا قريبة من قاف واحد، ماشي، في أي مكان يعجبك بقى. تعال نسمي النقطة دي ألف والنقطة دي ب والنقطة دي ج. إيه اللي هيحصل؟ مش عارف. تعال نقرا تاني، نسيه تاني. إذا بدلت مكانيهما يعني القوتين دول هيبدلوا مكان بعض بقى.
فإن المحصلة لا تغير مكانها. تعال نرسمها بلون رسمة تاني. أهو الألف والبي مكانهم، ما جيناش عندهم. دي الألف ودي الب، بس اللي هيحصل إن دي هتبقى قاف اتنين ودي هتبقى قاف واحد، والمحصلة هتبقى مكانها. والمحصلة على فكرة زي ما هي في المقدار ده، احنا ما غيرناش مقادير القوتين، احنا غيرنا مكانهم بس. فلو دي 20 نيوتن هتبقى دي برضه 20 نيوتن، وهتبقى في نفس المكان جي. طب وبعدين؟ فإن قاف واحد يساوي قاف اتنين، ولا ايه الحكاية بالظبط؟ والله برضو أنا ممكن أعمل إيه؟ هقول له قاف واحد في ألف جيم وقاف واحد في ألف جيم. أنا هشتغل على الحالة الأولى أهو عشان ما أقعدش أخمن وبس. هيساوي قاف اتنين في جيم ب. طيب، وفي الحالة التانية بقى قاف اتنين في ألف جيم هيساوي قاف واحد في جيم ب. طيب، ولو حبيت بقى اشيل الجيم والالف جيم والجيم ب، اقسم المعادلتين دول على بعض، يبقى قاف واحد على قاف اتنين هيساوي الالف جيم تروح مع الالف جيم قاف اتنين على قاف واحد. واعمل بقى كروس مالتيبليكيشن، قاف واحد في قاف واحد يبقى بقاف واحد تربيع، قاف اتنين في قاف اتنين بقاف اتنين تربيع، وده الجذر التربيع للطرفين يبقى قاف واحد تساوي قاف اتنين. سامع حد بيقول المفروض مش لما تاخد الجذر التربيع يا مستر يبقى فيه موجب وسالب؟ بس انت بتتعامل مع معايير القوى، ومعايير القوى ما فيهاش سالب اصلا، فهتبقى بالموجب على طول. يبقى اذا قاف واحد هتساوي قاف اتنين. موضوع سهل ما فيش اي مشكله. امشي انت بقوانين استاتيكا، اشتغل شويه حاجات كده مع الحسابات، تلاقي نفسك وصلت للحل بمنتهى السهوله. المساله اللي جايه رقم 8. المساله دي بقى واضح ان هنشتغل على اكثر من قوتين. خلاص، فاحنا نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، على اساس ان احنا كده يبقى خدنا كل المسائل الخاصة بالقوتين المتوازيتين. من المسائل اللي جاية بقى هنبدأ نشتغل على الأكثر من قوتين، تلات قوى هو أربع قوى وخمس قوى والليلة دي كلها. خلاص، معرفش جاب لي المسألة دي ليه في السكة. خلاص، أصل أنا لاحظ رقم 9 دي بقى برضو في قوتين متوازيتين هنا اهو، ورقم 10 برضو شغالة على قوتين متوازيتين، وده قوتين متوازيتين، وده برضو قوتين متوازيتين، ودول قوتين متوازيتين برضو. ما زلنا احنا مع القوتين المتوازيتين. ماشي، خلينا شغالين على القوتين المتوازيتين دول لحد هنا. ماشي، يبقى المسألة رقم 8 دي جت كده غلط تقريبا يعني. فتعالى ناخد المسألة رقم 8 دي اعتبرها مش موجودة. خلاص، نطنشها ونبقى نحلها في الفيديو اللي جاي. أنا عايزك أحللك بس المسائل بتاع القوتين المتوازيتين لوحدها، عشان تحطهم كده فايل في دماغك لوحدهم. ورقم 8 يا رجالة عشان دول ثلاث قوى. احنا ممكن على فكرة نخليهم قوتين متوازيتين، يعني ممكن بالبداية كده نخليهم قوتين متوازيتين. ازاي؟ تعال نحلها بالمرة بقى، مش عارف عايز احلها انا ليه. بص، ما انت عندك القوة دي خمسة ودي خمسة، فالمفروض المحصلة هتبقى في النص كده بينهم على فكرة، وهتبقى دي ب10 نيوتن، المحصلة تبقى مجموع، ونلغي دول بقى فتحولت القوتين وريحنا دماغنا. فيبقى عندك في قوة 40 وفي قوة 10. تمام، قوة 40 وقوة 10. طب المفروض بقى يا باشا كده، المفروض القوتين دول متضادين في الاتجاه، وفي واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، فالمفروض المحصلة تبقى من جوه ولا من بره؟ المفروض هتبقى من بره، ومع اتجاه القوة الكبيرة فالمحصلة هتبقى هنا. خلاص، يبقى نقطة تأثير المحصلة ينتمي للقطعة المستقيمة اهي ب، وشكرا، وخلصناها. خلاص، لما نشتغل بقى في الثلاث قوى ممكن نرجع نبقى نحلها. دينا حلناها بالقوتين، حولنا القوتين دول إلى قوة، فبقت المسألة كلها عبارة عن قوتين، والقوتين دول ضد بعض في الاتجاه، فقلنا المحصلة تبقى من بره مع القوى الكبيرة، يبقى هتؤثر أو نقطة تأثير المحصلة ينتمي للقطعة المستقيمة ه ب. نكمل بقى مشوارنا عشان لسه في مسائل على القوتين هنا. قاف واحد وقاف اتنين قوتين متوازيتين، البعد بين خطي عمليهما 10 سنتي. قوتين متوازيتين خلي بالك، البعد بين خطي عمليهما 10 سنتي. ادي دي قاف واحد، وادي دي قاف اتنين، والبعد بين خطي عملهما 10 سنتي. انا ما اعرفش القوتين دول بقى ضد بعض في الاتجاه ولا مع بعض في الاتجاه، نشوف. وكان خط عمل محصلتهما يبعد عن خط عمل قاف واحد مسافة مقدارها 12. بص بقى، عشان خط عمل محصلة يبعد عن قاف واحد مسافة 12،
يبقى المحصلة هتيجي بين القوتين ولا بره القوتين؟ مؤكد بره القوتين، احنا عايزين 12 ده 10 وزود 2. خلاص يبقى المحصلة هتيجي هنا بره القوتين. هتقولي طب ما ممكن تبقى من الناحية دي، برضه ساعتها تبقى بره القوتين. وطالما المحصلة جاية بقى يعني ممكن ناخد من هنا لحد هنا كده 12 سم اهو. ففي كلتا الحالتين المحصلة هتبقى بره القوتين، وطالما المحصلة جاية بره القوتين يبقى القوتين دول متضادتين في الاتجاه. وشكرا بس وخلصنا، يبقى قاف واحد وقاف اتنين متضادتان في الاتجاه. حاجات لذيذة كده وممتعة، ما تحكيش. طيب إذا كانت القاف واحد وقاف اتنين قوتين، قال لك قوتان وسكت الراجل، وتلاتة قاف واحد يساوي اتنين المتجه قاف اتنين، والمحصلة تبعد عن قاف واحد مسافة 15 سم. فإن بعد المحصلة عن قاف اتنين بكام؟ سؤال هنا، القوتين دول متوازيتين ولا مش متوازيتين؟ تعرف تقول؟ ما تعرفش ليه؟ ونعرف منين يا مستر؟ بص تعرف من هنا. بص انت عندك تلاتة قاف واحد يساوي اتنين قاف اتنين. يعني تقدر تقول ان قاف واحد، بص هسهلها لك كمان، تساوي عدد في قاف اتنين. يبقى القوتين دول متوازيتين ولا مش متوازيتين؟ عرفت؟ ايوه كده، طالما واحدة منهم بتساوي عدد في التاني يبقى القوتين دول متوازيتين. السؤال التاني بقى، طب القوتين انا عرفت ان هما متوازيتين، لهما نفس الاتجاه ولا متضادتان في الاتجاه؟ ودي كلام كمان نعرفها منين؟ بص ركز شغل دماغك، اضرب دماغك بالجزمة مش عشان تشتغل. انا عرفت ان هما متوازيتين من هنا، طب واعرف ان هما مع بعض في الاتجاه ولا ضد بعض في الاتجاه منين؟ برضو من هنا. يا مستر من هنا ازاي؟ شوف انت بقى. عرفت ولا لسه؟ يا ابني شغل دماغ بدل ما اديك بوكس في وشك. مش العدد ده موجب؟ واحنا لما يبقى عندي متجه يساوي عدد موجب في متجه تاني يبقى المتجهين لهم نفس الاتجاه، بس يبقى القوتين دول لهما نفس الاتجاه. بس شكرا، يبقى القوتين يبقى بالمنظر ده. خلاص، يبقى دي قاف واحد ودي قاف اتنين، هناخد معاييرهم بقى. ومحصلته تبعد عن قاف واحد مسافة 15 سنتي. 15 سنتي دي المحصلة، ودي 15 سنتي. فإن بعد المحصلة عن قاف اتنين اللي هي الحتة دي، هاي، هو أيهما أكبر هنا، القاف واحد ولا القاف اتنين؟ هتجيبها برضو من هنا، أنت عندك التلاتة قاف واحد، هو لو كتبنا حتى بالمعايير هتساوي اتنين قاف اتنين. يبقى القاف واحد أصغر من القاف اتنين، يبقى المحصلة تبقى إيه؟ يعني ممكن نقول كده بقى عشان عشان في ناس بتدوخ وهي بتحسب الكلام ده، قاف واحد على قاف اتنين أهو، قاف واحد على قاف اتنين يساوي اتنين على تلاتة. يعني المفروض بقى لما نيجي نجيب النسب دي، قاف واحد هتبقى، يبقى الحتة اللي دي هتبقى اتنين والحتة دي تبقى تلاتة، لأن احنا قلنا المحصلة بتقسم المسافة بين القوتين بنسبة عكسية بالنسبة لمعياريهما. يعني بتبقى قاف واحد على قاف اتنين تساوي اتنين على تلاتة، يبقى المسافة بين المحصلة وقاف اتنين لو اتنين، يبقى المسافة التانية اللي بين المحصلة وبين قاف واحد يبقى بتلاتة. ودي نسب خلي بالك، يعني ممكن نقول له دي تلاتة لام ودي مش عارف اتنين لام. طب هو قال لك ايه المسافة بين المحصلة والقوة قاف اتنين؟ قاف واحد ب15، فانت ممكن تقول لي التلاتة لام دي تساوي 15، يبقى ساعتها اللام هتبقى بخمسة، ساعتها اللام تبقى ايه؟ بخمسة. طب احنا عايزين نجيب دي، يبقى اتنين في خمسة ب10، يبقى المسافة بين المحصلة وقاف واحد تساوي 10 سنتي. لو الكلام ده هيتوهك، لو الكلام ده بتاع النسب هيتوهك، تعمل ايه؟ بص يا عم الحاج عشان ما تتوهش، الله يرضى عليك. خلاص، عشان عارف في ناس اصلا ما بتعرفش تحسب اتنين وتلاتة كام اصلا. فاحنا وصلنا هنا ان النسبة بين القوتين تبقى اتنين الى تلاتة، يبقى دي اتنين لام ودي تلاتة لام. فتروح تقول لي بقى قاف واحد في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى قاف واحد في 15 هيساوي قاف اتنين في البعد بينها وبين المحصلة، نسمي دي ألف ودي جيم ودي ب، يبقى دي ألف جيم. ماشي؟
سيبك من دي ودي كمان عشان ما تتوهش خالص، فتقول قاف واحد في البعد بينها والمحصلة هتساوي قاف اتنين في البعد بينها وبين المحصلة. طيب ما احنا عندنا القاف واحدة تساوي اتنين على تلاتة قاف اتنين، يبقى نقدر نقول 15 في اتنين على تلاتة قاف اتنين هيساوي، شلت قاف واحد وحطيت مكانها اتنين على تلاتة قاف اتنين، هيساوي قاف اتنين في ألف ج. قاف اتنين دي تروح مع قاف اتنين دي مع دي فيها الخمسة، اتنين في خمسة ب10، يبقى الألف ج هتساوي 10. بس وكده جبنا الألف ج اللي هو بعد المحصلة عن قاف اتنين. نروح لرقم 11. إذا كانت قاف واحد وقافتين قوتان تؤثران في نقطتين ألف وباء، حيث اتنين قاف واحد تساوي سالب تلاتة قاف اتنين ومحصلتهما تؤثر في النقطة ج، فإن. طيب تعال نشوف بقى التفاصيل بتاع المسألة. قاف واحد وقاف اتنين قوتين متوازيتين ولا لأ؟ هما تؤثرين في النقطتين ألف وباء، أدي ألف وأدي باء. القوتين دول متوازيتين، قلنا خلاص هتعرفها من هنا وعندنا قاف واحد هيساوي سالب تلاتة على الاتنين قاف اتنين، وبالتالي طالما في متجه يساوي عدد في متجه تاني يبقى المتجهين دول متوازيين، يبقى القوتين دول متوازيتين. طب لو ما نفس الاتجاه ولا متضادين في الاتجاه، اعتقد دي بقت سهله بالنسبه لك. ايوه كده فوق ده عدد سالب، يبقى دول ضد بعض في الاتجاه، يبقى في قوه كده وفي قوه تاني كده. خلاص، دي قاف واحد ودي قاف اتنين. تمام. والمحصله تؤثر في النقطه ج. طبعا المحصله هتبقى من بره، هتبقى من بره وفي اتجاه القوه الكبيره. مين القوه الكبيره؟ هتعرفها من هنا. مقاف واحد دي لو خدت معيارها هتساوي تلاتة على الاتنين معيار قاف اتنين، يبقى قاف واحد هي الكبيرة. يبقى واضح إن المحصلة هتبقى من هنا كده أهو، يبقى بالشكل ده، وهتسمي النقطة دي ج. خلاص. بس هو عايز بقى إيه الأبعاد دي والليلة دي كلها، فأنت هتطبق نفس القانون. مش هعملها بالنسب المرة دي عشان الناس ما تزعلش. هضرب قاف واحد في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى قاف واحد في ألف ج هيساوي قاف اتنين في البعد بينها وبين المحصلة، هيساوي قاف اتنين في ج ب كله. طيب وانا عندي قاف واحد بتلاتة على الاتنين قاف اتنين، يبقى اكتب هنا تلاتة على الاتنين قاف اتنين في ألف ج يساوي قاف اتنين في ج ب. فقاف اتنين ده هتروح مع قاف اتنين دي، يبقى تلاتة ألف ج هتساوي اتنين ج ب. وعشان مزعلش هنقول له ده على ده يساوي ده على ده، يعني نقول له كده إن الألف ج على الجيم ب، الألف ج على الجيم بيساوي اتنين إلى تلاتة. يعني لو الألف ج باتنين، بص الجيم ب كله هيبقى بتلاتة، يعني ده يبقى بواحد. خلاص، اللي هو الألف ب. تاني الجيم ب، الألف ج إلى الجيم باتنين إلى تلاتة، يعني لو الجيم ألف باتنين يبقى الجيم ب كله بتلاتة، تلاتة ناقص اتنين يبقى ده بواحد اللي هو الألف ب. تعالى بقى نشوف الاختيارات. ألف ج إلى ج ب، ألف ج إلى ج ب تبقى اتنين إلى تلاتة، دي مش تنفع. طيب ألف ج إلى ألف ب، ألف ج إلى ألف ب تبقى اتنين إلى واحد، دي مش تنفع. طب ب ج إلى ألف ج، ب ج كله المفروض يبقى بتلاتة، وألف ج باتنين، دي هي اللي صح، يبقى تلاتة إلى اتنين. بس شكرا. ونروح للمسألة اللي بعد كده. رقم 12 بيقول لي قوتان متوازيتان وفي اتجاه واحد. حلو كده اهو، متوازيتين وفي اتجاه واحد والدنيا زي الفل. مقدارهما قاف وثلاث قافات وتؤثران في ألف وباء. حلو. فإذا بدلت القوتين مكانيهما فإن محصلهم تتحرك مسافة قد إيه؟ الله. تعال نشوف بقى. قبل ما نبدلهم المفروض المحصلة تبقى هنا، تبقى قريبة من القوة دي، ونسمي النقطة دي ج. خلاص. يبقى ساعتها نقول له قاف في ألف ج، قاف في ألف ج هتساوي تلاتة قاف في ج ب. فالقاف دي تروح مع القاف دي، يبقى الألف ج هتساوي تلاتة ج ب. خلاص. طيب
سيب دي زي ما هي بقى، وتعالى نشوف اللي هيحصل بعد كده. تعالى نجيب لون تاني عشان نرسم بيه الحالة التانية. إذا بدلت القوتين مكانيهما، خلي بالك الألف ب هتفضل زي ما هي، ملناش دعوة بيها، يعني المسافة بين الألف والب زي ما هي. بس اللي هيحصل هنجيب التلاتة قاف هنا، وهنجيب القاف هنا. طبعا ساعتها المحصلة هتيجي هنا، وهتبقى نفس المحصلة في المقدار، نفسها في المقدار، ها، لأن القوة ما غيرناش مقاديرها، احنا غيرنا أماكنها. فيبقى في عنده نقطة هنا اسمها د. خلاص. طيب، ويلا نطبق القانون. المفروض 3 ق في أ د، 3 ق في أ د هيساوي مين؟ هيساوي ق في ب د. يبقى القاف دي تروح مع القاف دي، يبقى 3 أ د هيساوي ب د. تمام، ده اللي انا استفدته من الاستاتيكا بقى. تخيل بقى المحصلة جت عند النقطة د دي، فالمحصلة مشت المسافة دي. بيقول لك فإن المحصلة تتحرك مسافة قد إيه من الألف ب. طيب دي ممكن تعملها إزاي بقى؟ هو هنا قال لك الألف ج 3 من الجيم ب، فتخيل لو دي واحد، يبقى الجيم ألف ده كله، ركز معايا، ب3. ماشي كده؟ طيب تعالى في النقطة التانية، قال لك الألف د أهو، الدال الب د ده 3 من الدال ألف، يعني لو ده مثلا ب3 هيبقى ده بواحد. طيب بص، هي الجيم كانت هنا لو انت مركز، يعني دول كانوا 3، فالمفروض الجيم تبقى هنا. البي جيم ده كان بواحد، خلي بالك المحصلة كانت هنا في الأول عند الجيم، فاتحركت الحتة دي. خلي بالك أنا عندي التلاتة اللي هي الدال بي كلها، وجيم بي بواحد، يبقى المفروض الحتة دي ب2. يبقى المفروض المحصلة اتحركت. ده الجيم ده لو ب2، الألف ب كله يبقى ب4. يعني ده الجيم على ألف ب هيساوي 2/4. يبقى ده الجيم كده هيساوي نص الألف ب. يبقى المحصلة هتتحرك مسافة مقدارها نص ألف ب. بس، وخلص الموضوع على كده. مثال جميل، وعايز حد يبقى مركز في العلاقات دي. طيب نشوف رقم 13. بيقول لك قاف واحد وقاف اتنين، قاف واحد أكبر من قاف اتنين، دول بيوازوا بعض. المهم والمحصلة ح إذا كانتا في اتجاهين متضادين. يعني ايه الكلام ده؟ انت فاهم حاجة؟ نقرا تاني. بيقول لك في قوتين متوازيتين، قاف واحد أكبر من قاف اتنين، والمحصلة بتاعتهم ح لما القوتين يبقى في اتجاهين متضادين. فلو القوتين ضد بعض في الاتجاه كده اهو، قاف واحد وقاف اتنين، هتبقى المحصلة أكيد من بره ومع القوة الكبيرة اللي هي قاف واحد، عشان قال قاف واحد أكبر من قاف اتنين. طيب ساعتها المفروض يبقى قاف واحد ناقص قاف اتنين يساوي المحصلة، مش كده ولا إيه؟ طيب، وقاف واحد لو سمينا النقطة دي ألف ودي ب ودي ج، يبقى قاف واحد في ألف ج هيساوي قاف اتنين في ب ج. واضح احنا مش محتاجين للأبعاد هنا، لأن بيسألنا عن قاف واحد وقاف اتنين. فموضوع قاف واحد في ألف ج يساوي قاف اتنين في ب ج مش هنستفيد منه حاجة هنا. طب وبعدين، ومقدار محصلتهما، مقدار محصلتهما 5 ح إذا كان لهما نفس الاتجاه. يعني نيجي ناخد القوتين كده هنخليهم نفس الاتجاه، دي قاف اتنين وادي دي قاف واحد. ساعتها المحصلة هتبقى من جوه قريبة من قاف واحد، دي قاف واحد دي. خلاص. طيب المفروض المحصلة اللي هي الخمسة ح هتساوي مجموع القوتين قاف واحد زائد قاف اتنين. بس نجمع المعادلتين دول مع بعض، قاف واحد وقاف واحد يبقى 2 قاف واحد، ودي تروح مع دي، يبقى الكلام ده يساوي 5 و1 يبقى 6 ح. اقسم على 2، يبقى القاف واحد هتطلع تساوي 3 ح. تعال نعوض هنا بقى، لو القاف واحد ب3 ح وديها هنا، يبقى المفروض القاف 2 ب2 ح. خلاص. يبقى لو قسمنا بقى قاف واحد على قاف اتنين، قاف واحد على قاف اتنين هتساوي 3 ح على 2 ح، تروح الحا مع الحا، يبقى قاف واحد هتساوي 1.5. 3 على 2 يعني قاف اتنين. يبقى الإجابة صح تبقى رقم ب. شوف المسألة اللي بعد كده رقم 14.
بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج د قوتين متوازيتين مقدارهم 2 ق وق، والشكل ده مستطيل لأن خط عمل المحصلة هو نقطة. طبعا القوتين دول متضادتين في الاتجاه، أيوة متضادتين في الاتجاه، يبقى المحصلة هتبقى من بره وفي اتجاه القوى الكبيرة، القوى الكبيرة اللي هي 2 ق ودي ق، فالمحصلة هتبقى من هنا. وهتلاحظ بقى، خلي بالك إن القوة دي ضعف القوة دي، فأكيد المسافة بين ق واحد والمحصلة هتبقى ضعف المسافة بين ق اتنين والمحصلة، فواضح المحصلة هتبقى هنا كده، وكده بالبداهة كده يعني. طبعا لو الكلام ده مش جاي معاك بالبداهة اشتغلوا عادي بالقوانين. خلاص، تشتغلوا ازاي بالقوانين؟ تعالى شيلك دي. انا هفترض ان المحصلة كده انا اتأكدت ان هي من بره من هنا، تبقى المحصلة من هنا، وافرض الحتة دي مثلا س، والحتة دي هتبقى ل، فالمفروض اقول له بقى 2 ق في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى 2 ق في س هيساوي القوة التانية دي اللي هي ق في البعد بينها وبين المحصلة، يبقى ق في س زائد ل. حد يقول لي طب ما تاخد البعد ده، ما عندناش مشكلة، خد البعد ده لأن في تناسب على فكرة بين الأبعاد عشان في توازي هنا، فيبقى ده على ده هيساوي ده على ده، فمش تفرق معانا حاجة يعني. فالقاف دي هتروح مع القاف دي، يبقى عندك 2 س هتساوي س زائد ل، ودي السين انا بشار مخالفة يبقى س هتساوي ل، يبقى لازم السين دي هتساوي الحتة دي، يبقى لازم المحصلة تتحرك عشان تيجي هنا، لأن عند الضلع ده اللي هو الميم ج هيساوي الميم أ، يبقى المحصلة يبقى مكانها هنا فعلا، يبقى خط عمل المحصلة هيبقى ج ب، يبقى الخط المستقيم ج ب. مسائل جميلة وحلوة وخفيفة، وبتبين انت كنت فاهم ولا مش فاهم على فكرة. رقم 15 يقول لي ق واحد بتساوي الكلام ده وتؤثر في النقطة دي، وق اتنين بتوازي ق واحد، والمحصلة بتساوي الكلام ده تؤثر في ج، فإن نقطة تقاطع خط عمل ق اتنين مع الألف ج هيساوي كام؟ يا سلام، جميلة المسألة دي، حلوة حلوة جدا كمان. والله وداني ق واحد كمتجه، أيوة أها، واداني المحصلة كمتجه. طب والقوتين دول سواء متوازيتين أو مش متوازيتين، فالمفروض المحصلة هتساوي إيه؟ أيوة تساوي مجموع القوتين ق واحد زائد ق اتنين، مش كده ولا إيه؟ طب والمحصلة عطاها لي بستة وسالب تلاتة، اكتبها كده كأزواج مرتبة عشان ننجز، وقاف واحد بسالب اتنين وواحد، وعايزين نجيب قاف اتنين. هو مش عايز قاف اتنين في المسألة بس أنا هجيبها بقى. قاف اتنين هتساوي، ودي ده بقى إشارة مخالفة يبقى دي تمانية وسالب أربعة، كده أنا جبت قاف اتنين. لو حابب ترسم المسألة تعالى أرسمها لك أهو. أدي عنده النقطة ألف هتؤثر فيها قاف واحد، يبقى قاف واحد هتبقى بالمنظر ده كده أهو، تمام. والنقطة ب، مفيش نقطة ب، والمحصلة هتؤثر في نقطة اسمها ج، ولتكن هنا هي ج اهو، والمحصلة كده هتؤثر في النقطة ستة وصفر. لحد دلوقتي مش عارف المحصلة باتجاهها ازاي، بس بص انت عندك هنا ق اتنين بتمانية وسالب أربعة، ق واحد شوف السينات هنا سالب وهنا موجب، والصادات بتاع ق واحد موجب وصادات ق اتنين سالب، ده معناه ايه؟ ايوه القوتين ضد بعض في الاتجاه، يبقى واضح ان ق اتنين هتبقى هنا عشان المحصلة تيجي من بره. خلاص، والمحصلة تبقى اتجاهها مع قاف اتنين، لأن قاف اتنين واضح إن هي أكبر من قاف واحد، ده قاف اتنين قد قاف واحد 4 مرات. إحنا عايزين بقى نجيب نقطة تقاطع خط عمل قاف واحد مع الخط المستقيم ألف ج، هنجيب النقطة ب دي. رسمت كده عشان الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لك. بص يا سيدي، إحنا عندنا قانون ممكن يجيب لي الموضوع ده على طول في منتهى السرعة. حلها لك بطريقتين المسألة دي. الطريقة الأولى أنت هتجيب لنا مين؟ أنت عندك النقطة دي ب صح؟ النقطة دي ألف عندك في المعطيات سالب 2 وصفر. لو جبت معيار قاف واحد هيطلع بكام؟ لو جبنا معيار قاف واحد، تعال نجيب معيار قاف واحد كده، ولا مش مهم نجيب معيار قاف واحد؟ أنت عندك قاف اتنين كام من قاف واحد؟ واحد إن هي مضروبة في سالب أربعة، يعني معيار قاف اتنين إلى قاف واحد، يعني لو دي بواحد، لو دي القوة دي بواحد هيبقى دي بأربعة، وبالتالي هيبقى خط عمل محصلة. بص
هيبقى قريب من قاف 2. برضو عاملها لك بالقانون عشان النسب دي مش عارف ناس بتلخبط فيها ليه. اقول له قاف واحد في البعد بينه وبين المحصلة، يعني نقول له قاف واحد في ألف، سيبك من النسب دي عشان ما تزعلش. قاف واحد في ألف جيم هيساوي قاف 2 في مين؟ في ب ج. طيب قاف واحد هسيبها زي ما هي، قاف واحد في ألف ج، وقاف 2 هتبقى قد قاف واحد في المعيار 4 مرات، يبقى 4 قاف 1 في ب ج. القاف واحد دي تروح مع القاف واحد دي، يبقى الألف جيم، تعالى اكتب هنا اهو، الألف جيم، الألف جيم على الب ج هتساوي 4/1. يعني لو الألف جيم ده ب4 اهو، ألف جيم ده كله ده ب4 اهو، لو الألف جيم ده كله كده ب4 يبقى الب ج هتبقى ب1. تمام كده؟ يبقى الألف ب بكام يا بطل؟ ب3. برافو عليك. طب خلاص احنا عايزين نجيب النقطة ب دي، ما انت تجيبها بقى من قوانين التقسيم من الداخل والخارج والليلة دي كلها. خلاص كنا بنقول ايه؟ فاكر بقى؟ انا هشيل الكلام ده كله بقى، شكرا. ولا تعالى نكتب هنا اهو. هنقول له النقطة ب دي المفروض نجيبها ازاي؟ اقول له الواحد دي يتضرب في النقطة البعيد عنها، واحد تتضرب في النقطة ألف، يبقى -2 وصفر، زائد، وهنضرب التلاتة دي في النقطة البعيد عنها، يبقى 3 في 6 ب18، وتلاتة في صفر بصفر، على مجموع 3 و1 4. لو جمعت الكلام ده يبقى عندك 16 وسالب 18 وسالب 2، 16 على 4 في ال4، وصفر وصفر على 4 بصفر، يبقى النقطة ب تبقى ب4 وصفر. خلاص. ممكن تحل بشكل تاني، ممكن نحل بشكل تاني. ايه هو الشكل التاني؟ بص نقول لك نحل بشكل تاني ازاي. خلي بالك احنا جبنا قاف واحد، معيار القاف واحد بكام؟ هيطلع بجذر 5. ومعيار القاف 2، انت فاكر قاف 2 جبناها كانت المفروض ب8 و2 تقريبا كده، 8 و4، 8 وسالب 4. فلما تجيب جذر الكلام ده يطلع 4 جذر 5 لما تجيب معيار القاف 2. فقالوا لنا ايه في ملحوظة قلتها لكم انا قبل ما ابدأ في حل المسائل دي، ان نقطة تأثير المحصلة اللي هي دي 6 و0 هتساوي ايه بقى؟ بص ركز معايا. هتساوي معيار القوة في نقطة تأثيرها، يعني قاف واحد تؤثر في النقطة ألف، يبقى أقول له جذر 5 هتؤثر في النقطة ألف اللي هي -2 وصفر. طيب، وهناخد القوة دي، معيار القوة دي بالسالب ليه؟ لأن القوتين دول ضد بعض في الاتجاه. لو أنت فاكر احنا طلعنا قاف 2 كانت ب8 وسالب 4. خلاص. فالمفروض بقى هيبقى قاف واحد وقاف 2 ضد بعض في الاتجاه، عشان كده هناخد ده بالسالب، يبقى -4 جذر 5 في نقطة تأثيرها اللي احنا مش عارفينها، هنفرضها إن هي س وص، على مين؟ على مجموع معياري القوتين، بس هناخد واحدة منهم بالسالب اللي هي -4 جذر 5، عشان القوتين ضد بعض في الاتجاه. تشيل الجذر 5 دي مع الجذر 5 دي مع الجذر 5 دي مع دي، يبقى هنا ب1، يبقى أصبح عندك ده -3، وكل واحد وسالب 4 -3 ضربهم في ده في النقطة دي يبقى -18 وصفر. طيب، وتعالى بقى نجمع هنا. خلي بالك في -4 هتتضرب هنا، يبقى -4 س، وهنا في -2 يبقى -2 -4 س. وعندك هنا -4 في ص في صفر يبقى -4 ص. تمام. بس ساوي السينات دي بالسينات دي، يبقى عندك -2 -4 س هيساوي -18، وهنا -4 س هتساوي -16 بعد ما تودي الاتنين -2 بإشارة مخالفة، وتقسم على -4 تطلع الس ب4. وهنا هتاخد الصادات تساوي بالصادات، هنا يبقى -4 ص هيساوي صفر، ومنها الصاد هتطلع بصفر. يبقى النقطة اللي احنا عايزينها تبقى سيناتها 4 وصاداتها صفر، يبقى النقطة 4 و0. ده حل كمان، شوف انت اللي يعجبك بقى واشتغل بيه. رقم 16 بيقول لي قوتين متوازيتين في اتجاه واحد، قوتين متوازيتين في اتجاه واحد. ماشي اهو، قوتين اهم مقدارهما 3، ودي تؤثر في ألف، و2 وهتأثر في ب. وبعدين وكان ألف ب 5 وحدات طول، ألف ب ده 5 وحدات طول.
تمام. وانتقلت القوة 3 نيوتن. قبل ما تنتقل القوة 3 نيوتن المحصلة هتبقى فين؟ هتبقى هنا في الاتجاه ده اهو. يبقى المحصلة هتبقى هنا. طيب ايه اللي هيحصل؟ بص يا سيدي، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. وانتقلت القوة 3 نيوتن في اتجاه ب ألف. ب ألف كده، القوة 3 نيوتن هتيجي كده اهو في اتجاه ب ألف، تبقى هنا القوة 3 نيوتن. انتقلت 3 وحدات. وانتقلت القوة 2 نيوتن في اتجاه ألف ب. القوة 2 نيوتن تروح كده اهو في اتجاه ألف ب، وحدتين طول. فإن المحصلة فإن خط عمل محصلة ينتقل في اتجاه مين مسافة قد إيه؟ قلت لك بقى بص، الكلام ده ممكن تجيبه في رزعة واحدة. المسافة اللي هتتحركها المحصلة هتساوي القوة في المسافة اللي اتحركتها. يعني القوة 3 دي اتحركت 3، يبقى نقوله 3 في 3 زائد القوة التانية في المسافة اللي اتحركتها. القوة التانية اتحركت مسافة 2، يبقى 2 في 2. بس خلي بالك في واحدة راحت كده وفي واحدة راحت كده، فهنعتبر ده الاتجاه الموجب مثلا. يبقى اللي اتحركت في الاتجاه الموجب هناخد ازاحتها بالموجب، واللي اتحركت في الاتجاه السالب ناخد مسافتها دي بالسالب. يبقى نقول له 3 في 3 ب9. وهناخد هنا سالب 2 في 2 بسالب 4 على مجموع القوتين 3 زائد 2. حلو كده. يبقى الكلام ده هيطلع 5 على 5. يبقى الكلام ده هيساوي 1. تمام. يبقى المحصلة اتحركت مسافة مقدارها 1. طب الواحد ده طلع بالموجب ولا بالسالب؟ طلع بالموجب، يبقى مشي مع الاتجاه الموجب ده. يبقى إذا خط عمل محصلة اتحرك مسافة وحدة الطول وفي اتجاه الب ألف. خلاص، يبقى الإجابة الصحيحة دي في اتجاه ب ألف وتحرك مسافة وحدة طول. خلاص، واحد وحدة طول. بس يا سيدي، طبعا انت ممكن تحلها بطريقة تانية. يعني ممكن تدرس الحالة الأولى دي، تقول لي 3 في ألف مش عارف ج يساوي 2 في ب ج. وبعد كده تدرس الحالة التانية وتقعد بقى مع نفسك وتطلع بقى المسافة اللي طبعا دي اتحركت، فانت مش عارف المحصلة تتحرك ازاي في الحالة التانية. فانت ممكن تقول لي المحصلة هتبقى هنا مثلا كده اهو، وتفرض الحتة دي س اتحركتها المحصلة س بقى. ومن المعدات اللي هتطلع معاك هتطلع قيمة السين. احنا بقى عشان نوفر على نفسك نوفر عليك المشوار ده كله، خليك عارف القانون ده. المسافة اللي هتتحركها المحصلة تساوي المسافة اللي هتتحركها القوة في القوة نفسها، زائد المسافة اللي هتتحركها القوة التانية في القوة التانية على مجموع القوتين. ولو القوتين اتحركوا في اتجاهين متضادين ناخد واحدة إزاحة منهم بالموجب والإزاحة التانية ناخدها بالسالب، ونطبق القانون ده ونطلع المسألة بتاعتنا. تمام. نروح بقى للمسألة اللي بعد كده. معرفش ايه اللي جاي بعد كده. كده خلاص، كل اللي جاي المسائل اللي جاية دي هتبقى على أكثر من قوتين. يبقى احنا في الفيديو ده خلصنا كل الأفكار اللي على محصلة قوتين متوازيتين. بحل المسألة رقم 16 دي هنكون وصلنا إلى نهاية كل المسائل وكل الأفكار اللي على القوتين المتوازيتين. لو انت معانا في الفيديو ده لحد دلوقتي، ما تنسناش في دعوة طيبة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع الصحيح، وأن يكون هذا العلم نافع لهذه الأمة. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.